السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم جميعا؟ كل شيء على ما يرام، كل شيء كما يبدو. نرجو يا رب لقاءكم في هذا الفيديو وأنتم في أتم حال إن شاء الله. إن شاء الله نلتقي بكم بكل حب وتقدير واحترام وشكر جزيل لكم. أشكركم على إعجاباتكم وتعليقاتكم الجميلة التي تسعدني. أسعدكم الله وأعطاكم ما نويتم يا رب العالمين. وكالعادة لن نأخذ من وقتكم الكثير، سنقول بسم الله وعلى بركة الله، وسنفتتح قصتنا بأفضل الكلمات، وهي الدعاء والصلاة والسلام على نبينا الكريم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحبة القصة تخبركم اسمي نجاة. نحن 5 شقيقات مع أبي، وأبي موجود وأمي موجودة. نعيش عند جدي وجدتي وإحدى عماتي المسكينة التي هي مريضة من ذوي الاحتياجات الخاصة، لم تتزوج ولا شيء. المهم البيت الكبير كما نقول، كلنا مجتمعون في بيت واحد. أما البيت الذي يتحدث عنه جدي وأنا على رأي الأبناء، نعم، المهم أننا كنا 5 شقيقات كلها بنات. أما أبي فهو الوحيد الذي كان وسط أخواته، كان هو الولد الوحيد، الباقي كلهن بنات، 9 بنات وكان هو العاشر. البنات الأخريات يعني عماتي تزوجن كلهن، بقيت عماتي في البيت، هذه هي بقيت تعيش عند جدي وجدتي. نعم، المهم إننا كنا نعيش بخير وفي نعمة والحمد لله، ما احتجنا شيء زين. عشنا على حالنا مثل ما كل عباد الله. مرت الأيام وجاءت الأيام وكبرت أنا بصراحة، لا تعليم ولا شيء، على العموم كبرنا والحمد لله. أنا كنت ما قبل الأخيرة من إخواتي، كنا نتزوج بالترتيب. لماذا لا؟ لأنها تأتي هكذا، مفترضة من الله. كنا نتزوج بالترتيب، لا أبي ولا حتى جدي وجدتي كانوا حريصين على أن الكبيرة تتزوج أولا ثم الصغيرة. نعم هذه هي. تزوجت أخواتي بالثلاثة، أنا الرابعة. أنا سأتزوج، تزوجت لرجل الذي كان موجوداً في ذاك الوقت، كان شاباً من قرية عندنا، وكان يعمل في المدينة، يعمل عند رجل تاجر خادم مسكين الذي كان يسخر البيت ويفعل كل شيء. ولكن في ذاك الوقت لم نكن نسأل عن الخدمة، ماذا يفعل بالضبط، وليس أنه يشتغل وبس، يكفي أنه في المدينة. عندما نسمع أن فلانة ستتزوج، زوجها سيأخذها إلى المدينة، هذه هي. يعني أنت لست مثل نفسك. المهم أن الرجل رآني، هو من اختارني، ليس أهله من قالوا له رتب زواج لفلانة. لا، هو قابلني ليس مرة ولا مرتين، حاول أن يتكلم معي ليس مرة ولا مرتين. بيني وبينك في الأول لم أكن أحبه، يعني لن أكذب عليكم، هو كان في المدينة ولكن لم يعجبني. بالإضافة إلى ذلك لم أكن أثق به، لا أدري هل هو فعلا سيحادث، هل ينوي الزواج أم أنه يريد فقط أن يواصل الحديث لكي يضر الناس في القرية ويفسد سمعتي. لأن هناك شبابا يفعلون في هذه الحالة، يتوقفون معك إلا السلام عليكم، السلام عليكم، يمشي ويقول لهم أنا حقي، أنا مع فلانة، وهذا وينشر هذا الكلام ويبدأ يخسرك حتى يظهر أنك تخسر سمعتك. لذلك كنت حذرة أن لا أتوقف مع أحد ولا أكلم أحدا. على العموم الرجل كان دائما يتبعني في أي إجازة أو أي شيء أو أي عيد، وكان دائما يتبعني، لم يكن يتسوق لي. أول شيء لم أكن أعرف أنه بدالي أنه أكبر مني. عندما سألته هو كان أكبر مني بكثير، يعني ب6 سنوات، ولكن أنا بالنظر إلى أنه تكوينه هكذا يبدو أنه لا يزال صغيرا، لأنه كان قصيرا ونحيفا قليلا، فكان يبدو أكبر منه. كنت أنا ممتلئة قليلا، وكان طولي طولة. على العموم الرجل ظل يتبعني حتى لم يلتقط لي أي صور. أرسلت أمي إلى البيت عندما جاءت عند جدتي وأمي تحدثتا معهما عن خطبتي. قالوا لها، مع أنهم أعطوها موافقتهم، لم يستشيروني، لم يخبروني بماذا تريد، ليس أنا فقط، حتى أخواتي لم يستشيروهن. ولكن أخواتي عندما جاء لهم خطبون أعجبوهم وقالوا، مع أنهم لم يعترضوا، ما فيها شيء. بيني وبينك أنا لا أريد. عندما سألتهم لماذا جاءت السيدة، قالوا هذا ما هو موجود، هذا ما هو موجود. قلت لهم أنا لا أريد. كيف لا أريد؟ قلت لا أريد، لم أجلبها، هذه هي. لم أكن أريدها بصراحة، ولكنهم كانوا مصرين على ما يريدون، هذه هي. قال لك ما هو موجود، الرجل جاء ليخطبك، ما فيها شيء، رجل طيب متربي، هو الذي يستزوجينه سواء أعجبك أم لا، هذه هي، ليس لي شيء. فعلوا ما يريدون، وجدي قال هذه هي، هم مرحب بهم. جاء الرجل، على العموم خطبوني من بيتنا وكل شيء، مرت حفلة الخطوبة. أما عقد الزواج فلن نفعله حتى يعود مرة أخرى في الإجازة القادمة. كنت أبحث عن فرصة لأخرج وأقابل الرجل وأقول له هيا أنا لا أريدك. على العموم خرجت بدون أن أظهر، مع أنهم جاءوا وأحضروا ما أسميه، هذه هي،
كانت خطوبة رسمية، لم يكن هناك خاتم ولا شيء، ولكن على العموم حددوا لهم موعداً ليكتبوا لي ولا يعودوا المرة القادمة. كنت أنظر إليه بريق جاف لأقول له: هيا، أنا لا أريدك، اذهب في طريقك. ولكن لم أجده، عاد إلى المدينة مرة أخرى بنفسه. نعم، هذه هي. بقيت في بيتنا حتى جاءت الإجازة القادمة. على العموم، في الأول بصراحة كنت أرفض تماما، ولكن بعد ذلك عندما تحدثت مع البنات وعرفوا أنني مخطوبة، وهذا كان يقول لي: حظك، استذهبين إلى المدينة، من مثلك؟ فلانة خائنة، فلانة ساحرة، أفسدتني. ما فيك شيء أبدا. قلت: انظروا هؤلاء البنات، كلهن يبدو لي جيدا، ولكن أنا الوحيدة التي لم تبدو لي جيدة. هذه هي. قلت: لا بأس، الله يفعل لي الأفضل. على العموم لا يهم. وافقت على الرجل. عندما جاء تصرفت بشكل طبيعي. ذهبنا وكتبنا، عدنا إلى حياتنا الطبيعية. كان عندنا الزفاف. بمجرد أن مر الزفاف أخذني إلى بيتهم. لم أكن أعرف، لأنه في ذاك الوقت ما حدث لي. في ذاك الوقت رفضت البيت. عرفوا أنني رفضت هذا الزواج. بعد ذلك عندما عدت قلت، مع أني قلت لهم أتحدث عن المدينة وسأذهب إلى المدينة، لم يقولوا لي أن الرجل لن يأخذني إلى المدينة. فعلوا لهم أنهم سيتركونني مع والديه، لأنه عرفوا أن الذين قالوا لي هذا الأمر لم يعجبوني. على العموم، عندما مر الزفاف ذهبت إلى البيت. مرت تلك الأيام يوما بعد يوم. سألته: متى سنذهب؟ قال لي: أين؟ قلت له. قال: لا، المدينة ليست لي، لن أذهب وحدي، لن أخذك معي. كيف لا أذهب معك؟ اتركيني هنا. قال لي: نعم. قلت له: لا، لم نتفق على هذا الشيء. قال: لا، ما زلت توقفت عن الحديث معي لتتفق معي. أين ستتفق معي؟ قال لي: في أحلامك. قلت له: لا، هو يسحبني. هل سأذهب معك إلى المدينة؟ قال لي: هل تزوجت الآن أم تزوجت في المدينة؟ قلت له: مع أني أريد الذهاب إلى المدينة. قال لي: لا، المدينة. انظر، فهمتني. سأقول لك شيئا. المدينة. ما الذي يسحبك؟ لدي بيوت فيها. أنا أعمل في المدينة عند سيد لديه تجارة. أعمل عملي، هذه هي ما أعمله. أعمل في الدكان، أقابل الدكان، أستيقظ في الصباح، أفتح الدكان، أنظف وأرش أمام الباب، أرتب أو أمر الجاف، أمحو الغبار، أشتري وأبيع، هكذا. عندما لم يأتي بعد في الليل أغلق وأرمي القمامة، لا سمح الله، خصصها لي، خاصة شيئا كان يسخر منه في البيت، وقال لي: اذهب خذها وأعطها لهم. على العموم، هذا هو عملي. وفي الليل قال: عندما أغلق أنزل إلى الشرفة وأدخل أنام في الدكان الذي يبيع. يعني ليس لي بيت ولا قرية، لا أعمل وليس لدي مال لكرة المدينة، والكرة غالية، يكفي لي هذا. سأقول لك، شعرت بأنني أنزف، شعرت بالإحباط. لن أعود إليك. قلت له: ماذا تقصد؟ سأبقى هنا دائما. قال لي: رزقنا على الله، إذا رزق الله سهل. لا أمانع. ماذا أفعل لو اشتريت بيتا في المدينة؟ اشتريت فيلا وأخذتك إليها، ليس بيتا، ولكنك ترين أن ليس لدي شيء. لا أمانع. لو لدي مال للإيجار، حتى لو كنت غائبا سأجر وأخذك معي، ولكنك ترين ما هو متاح. حسنا، لن أكذب عليك. كنت قلقة. لم يعجبني الوضع. استمر يسألني: ماذا بي؟ ماذا بي؟ لم يفهم. كان يسحب له. هل أريد فقط أن أذهب معه؟ لم أرغب في الانفصال عنه. لم أفكر مرتين، وهذا ليس أنا، لأنه في ذلك الوقت، لأكون صريحا، ما زلت لا أريد إلى هذا الحد. على العموم، بدأت أتقبل كلامه بأنني لن أذهب إلى المدينة، وقلت: حسنا، ولم أوافق، حتى أمام صديقاتي، أمام الناس الذين أخبرتهم أنني ذاهبة إلى المدينة، وأمام البنات اللواتي أخبرنني بأنهن سيقبلنني، سيأخذنني إلى المدينة. ولم أوافق أمامهن، ولكن ليس لي شيء، ليس لدي حل آخر. حسنا، بقيت الأمور هكذا. مرت علي يوم أو أكثر، وقال لي: حسنا، سأعود إلى عملي. حسنا، قلت له: اذهب، الله يحفظك. عندما أراد أن يذهب كنت أبكي. على العموم، أعتقد أنني لم أفكر مرتين، لقد فعلت ذلك حقا. لأكون صريحة، وبدأت أنسى. يزعم أن هذا مهم. استمر في أعماله. لم يعد كما كان من قبل. عندما كان مع والديه لم يأخذ يوما أو يومين ويأتي لرؤيتي ويغادر مرة أخرى. بقيت مع عائلة زوجي على ما يرام. عائلة زوجي هي فقط لامرأتي العجوز وشيخي، جميع أبنائهم غادروا والبنات تزوجن، يعني أنا تركت معهم. شيخي هو من النوع اللي يشبه أبي وجدي تقريبا. لا يحب أن تفعل النساء مهمات خارج المنزل، مثلا إنها تذهب وتجلب خضروات أو تجلب الربيع أو التمر أو أي شيء. لا تخرج المرأة، يقول لك أن عملها يقتصر على المنزل. شيخي هو نفسه. وجدت أنه مسؤول عن الأعمال الخارجية. أنا وامرأتي العجوز يقتصران على البيت. تم الطبخ، نجمع البيت ونقابل الدجاج،
هذا هو المهم. أعمال منزلية سهلة. نعم، المهم أن الأيام مرت وجاءت الأيام. زوجي يذهب ويعود ويذهب ويعود. أما عائلتي أحيانا يأتون لرؤيتي. عائشة، وهذه هي. مرت سنة وكانت سيدتي تقول لي: الأطفال ليس لديهم أطفال، لا هذا ولا هذا. أعطني هذا المكان، أعطني هذا المكان، أعطني هذا المكان، أعطني هذا المكان، حتى أنجب. لم تترك مكانا. زارتني: اذهبي إلى هنا، تعالي من هنا، اذهبي من هنا، تعالي من هنا. على العموم، لم يكن لدينا مكان نذهب إليه، لكن الطبيب لم يعطني شيئا، أعطاني فقط أضرحة. على العموم، لم أقرأ كتابا. في يوم من الأيام استيقظت في الصباح ولم أستطع النهوض بسبب الدوخة. قلت أنني كنت مستلقية لأنني حركت رأسي بجهد، ثم غفوت قليلا. بدأت عمتي تبكي. قلت لها: ادخلي. دخلت وأخبرتها: لا أستطيع النهوض. ماذا بك؟ قلت لها: أنت دوخة. نعم، ذهبت صنعت الهريسة. عادة ما تصنع الهريسة في الصباح. سخنت هذه الهريسة وصنعت لي كرة فيها. قالت لي أن الكرة تزيل الدوخة. أعطتها لي وشربتها قليلا. على العموم، أحيانا أقف على قدمي وأحيانا أغفو مرة أخرى وأجلس. بعد قليل بدأت عمتي تصنع الشاي. نصنع فطورين. لدينا فطور أول وهو لا شيء سوى الهريسة والتمر. لدينا فطور ثاني مع دجاجة ونصف. على العموم، كانت عمتي هناك للفطور. سيدتي بالطبع موجودة للفطور. صنعت الشاي، صنعت النعناع، وكان النعناع مخلوطا بالشمر. تعرف، أعطى رائحة في المنزل أرعبتني. بمجرد أن شممتها استمريت في المقاومة. استمريت في المقاومة. استمريت في الركض. بدأت أرد: لا سمح الله. جاءت عمتي إلي. كانت سعيدة وقالت لي: لقد جعلت الأمر يحدث. بدأت تضحك. على العموم، ماذا قالت لي؟ أنت حامل، هذا بسبب الحمل. لم أعد أحب ما شممت. بدأت أتخيل روائح مثل روائح الطعام الفاخر، ولكنها لم تكن موجودة. بدأت أشتهي الحمل. هذه هي. ثم عرفت أنني حامل، صحيح؟ على العموم، مرت تلك الفترة من حملي. عندما كنت على وشك الولادة، جاء زوجي وأخبرته أنني أريدك أن تكوني هنا عندما أذهب إلى المستشفى للولادة. قال لي: حسناً، سأحاول. على العموم، عاد إلى عمله. عندما بقي لي حوالي أسبوع حتى الولادة، جاء وبقي معي. سألته: هل حصلت على إذن من الخدمة؟ قال: نعم. حسناً، ابق معي. هكذا. عندما نظر إلي قالت عمتي له: اذهب واتصل بفلان، واحدة من القابلات اللواتي يلدن الفتيات في القرية. اتفقنا أنا وزوجي. قلت لهم: لن نلد هنا في القرية. يجب أن أذهب إلى المستشفى لأنه بيني وبينك أنا خائفة. أنا خائفة جدا. قال لي: مع أن لدينا تفاهم، ولكن عندما أخبرتني اذهب واتصل بالقابلة. قالت له عمتي: اتصل بالقابلة. قال لها: لا، سأذهب إلى المستشفى. قالت له: لا، لا يوجد مستشفى، لا شيء. سنستمر في إضاعة المال في المستشفى. هناك 20,000 و1,000 امرأة ولدت فقط هنا. وولدت. السيدة هي امرأة عجوز ولديها خبرة مع أخواتها. كيف يلدن؟ لدي أختان متزوجتان وهما أيضا في القرية. نعم، أقول له: لا، فقط بعينيه. أقول لزوجي: لا، لا أريد أن ألد هنا. لا أريد البقاء مع امرأة عجوز. أستمر في قولها: لا لا لا. قلت: ابنه سيعتني بها، ينظر إلي. تبدأ في إقناعه. ينظر إلي بعينيه. إذا أردت الذهاب إلى المستشفى فهذه هي. عندما رآه قال لها: حسناً، سأذهب إلى المستشفى. قالت لي: لا، اذهب واحضر القابلة. خرج وذهب ليحضر القابلة. ذهب واتصل برجل كان لديه سيارة في القرية. أخبره: سيهيئ المرأة للولادة في القرية. أخبره. مع أنه جاء، أحضر الرجل معه. قالت لي: أين فلان؟ أخبرها: لا، أحضرت فلان لأخذها إلى المستشفى. حسناً، هذه هي. سيدتي العجوز لا تحب الوضع. قلت لها: عمتي، لن تذهبي معي. قالت لي: لا يا أمي، لا أستطيع ترك البيت وحدي لفترة. ها هي أمي قادمة. زوجي ماذا فعل؟ ذهب ليحضر الرجل. مر على أمي أولاً وقال لها: ابنتك ستلد بعد ذلك، سأخذها إلى المستشفى. تعالي حتى تذهبي معنا. حسناً. هنا أخذت سيدتي العجوز وضعت أخرى. خرج منها دم. قالت: لماذا؟ بعد أن تم إعلان وفاتها، هذا ما قالته لي: ذهب وأحضر ابن عمه. على العموم، سيدتي العجوز لم توافق. تخيل، لم تأتي إلى المستشفى أبداً. عندما كنت سأغادر المستشفى، قلت لزوجي قبل أن نغادر هذا ما قلته له: إذا كان ممكناً خذني إلى بيتنا، يفترض أن أتعافى وأعود إلى المنزل. قال: حسناً. مع أن أمي قالت لي: يا عزيزتي، لن تذهبي إلى المنزل. استشيري سيدتك العجوز. حتى لو أعطاك زوجك الإذن، لا تنسي أنك تعيشين مع هؤلاء الناس، لذا احصل على إذنهم أيضاً.
وعندما ذهبت أمي لاستشارتهم أخبرتني. قلت لها لم يأتوا، لا شيء. قالت لي حتى لو ذهبت إليها اليوم في المساء أو وسأسألها. قلت لها حتى لو ذهبت إليها. قالت لها أمي ما المشكلة؟ سأترك الفتاة في بيتي حتى تستريح. وقالت لها حسنا افعل ما تريد. على العموم لم أفعل شيئا، كنت قلقة. قالت ذلك وكانت قلقة. جاءت أمي وقالت لي حسنا تحدثت مع عمتك، لأنني أعتقد أنها لطيفة، وعندما تحدثت معها لم أهتم بما كان يقلقها. ماذا قالت كان طبيعيا يفترض. نعم، جاءت وقالت لي حسنا لقد غادرت المستشفى للتو. عالجتني في سيارة ذلك الرجل. ذهبت إلى منزلنا وتوقفت بالقرب من المنزل. دخلت منزلنا. نعم حسنا بقيت هناك، وجاء الرجل إلي وجاء إلي. لم تأتي لرؤية حفيدها، ليس لديها فضول لرؤية أي شيء. لم تأتي حتى إلى المستشفى. نقول لا مشكلة لأنه بعيد، وكما تقول ليس لديها حقا من أحضرها إلى المنزل، هي فقط شيخي في المنزل، لذا يفترض أنه ليس لديها ما تفعله. ولكن هنا جئت إلى منزلنا ولم تأتي لرؤيتي. على العموم كنت أسأل زوجي عنها. عمتي ماذا تفعلين؟ أليس لديها مرض؟ أليس هذا ما قلته له؟ لماذا لم تأتي؟ سألته فقط أليس لديها مرض؟ قال لا بأس لا بأس. على العموم بقيت أنتظر اليوم الأول والثاني والثالث، والسيدة لم تظهر أي علامة منها. نعم رأيت أنها متعبة. قلت أعرف ماذا أفعل. قالت لي ماذا؟ قلت لها عمتي قلقة. قالت لي لا أعتقد ذلك. قلت له لماذا لم تأتي؟ قالت لي ربما لست خجولة أمام والدك وجدك، هذا غير ممكن. اذهب إليها واهتم بالسوق. انظر ما أرى. لست شخصا راقيا سأحضر لك الأخبار. هل السيدة قلقة أم لا؟ قالت لي جدتي هي التي ستذهب. حسنا قلت لها حتى لو ذهبت إليها. رأتني جدتي وعادت وقالت لي السيدة تبدو ممتلئة وسعيدة ولا تستطيع حمل رأسها. على العموم قلت له ماذا أفعل؟ قالت لي القيام بنفسك هو أن تأخذ ابنك وتذهب إلى منزلك. السيدة هستألق. على العموم حسنا. لذا مرت حوالي يوم أو 3 أيام. في ذلك اليوم الرابع. حسنا عندما جاء زوجي إلي قلت له حسنا سنذهب حتى الظهر. قال حسنا. قلت له نعم لنترك أمك وحدها. وقال لا مشكلة. وهكذا. لكنني عرفت أن هناك مشكلة. لا مشكلة. حسنا ذهبنا. ذهبت إلى منزلهم. دخلت ووجدت سيدتي العجوز قلقة لأنها لم تره. جاء. تخيل معي. دخلت ولم ألتفت حتى نصف الطريق لرؤية حفيدها. لم تشتري له أي شيء على الإطلاق. وداعا. عمتي لم تشتري لي أي شيء. جئت وذهبت لرؤيتها. قبلت رأسها. حسنا لا بأس. قالت لي حسنا الحمد لله مرحبا. حسنا دخلت وجلست. وضعت ابني الهدايا وزوجي وأنا. أراه من وقت لآخر فيسرق عيني، وأنا أفعل به المثل بعيني. أتظاهر بماذا يقول لي؟ لا أعلم، هو بالتأكيد يعلم. أخبرتني أنها لا تستطيع أن تصمت وأنها قلقة، ولن تصمت لأنه هو من سألها. لماذا يا أمي لم تذهبي لرؤية ابني؟ هذه هي القضية على أي حال. بقينا هكذا. هذا كل شيء في البيت. دخل شيخي وهو لا يذهب لأحد إلا له. شيخي عكس ذلك. ذهب إلى الطفل، أخذه في سبيل الله في سبيل الله، حتى رأى الطفل قبله ثم أنزله. أقسم أنه لم يقل لي مرحبا على الإطلاق. لم يقل لي شيئا. تحدثت إليه وكأنني غير مرئية. بقي في تلك اللحظة. وتعرفين أن المرأة عندما تلد تكون في الأساس بدون شيء. تكون حساسة وقلقة. ربما أقلقها شيء ما. على أي حال هذا كل شيء. في الليل قلت لزوجي ما الأمر؟ قال لي عندما أخبرت والديك ما الخطأ؟ قال لي لا شيء. قلت له لا أعرفهم. هذا كل شيء. كانوا يقولون ماذا فعلت بهم؟ هل أقلقهم شيء؟ قال لي بصراحة كانت والدتي هي من قلقة وليس أبي. الكلمات التي أقلقتهم وصلته أيضا. سألته لماذا كنت قلقة؟ ماذا فعلت بها؟ قال لي تلك المرة عندما كنت سألت أرادت إحضار القابلة. كنت مثل شخص أخلف وعده وذهبت إلى المستشفى. تبعتك أيضا وذهبت وأحضرت ذلك السيد. وفوق ذلك أعدتك عندما كنت راضية عنك من المستشفى. أعدتك إلى والدتك. قال لي هذا ما أقلقهم. قلت لهم في تلك اللحظة عندما جاءت والدتي إليها طلبت منها ألا تحضرها إلى المنزل. قال لي لا، كانت قلقة من قبل. قال لي لو لم تكن قلقة لكانت أتت إليك في المستشفى عندما ولدت. قلت له ما حدث؟ قال لا أعلم. دعها تقلق الآن، هذا كل شيء. وهذا ما كنت أفكر فيه. قلت حسنا لا يوجد خطأ في ذلك، لأنه لو جئت لأخبرها ما هذا. ماذا قلت لي؟ لا سيعود إليك.
كل ما تحدثت إليه عنه عاد إليك. هذا صمت. على أي حال في اليوم الأول لم تتحدث معي ميا، لا هي ولا شيخي. ما زالت تتحدث أحيانا لكنها لا تنظر إلي على الإطلاق، فقط تقول لي أن أفعل شيئا أو أن أحرك هذا من هنا أو أن أرى ابنك أو ذلك. على أي حال بقيت الأمور هكذا، الأول، الثاني، الثالث والأسبوع. لم نفعل شيئا بعد. نعم، وأقول لها تحدثنا هكذا. استمررت في التحدث لنفسي فقط، أما هي أين أجابتني؟ أقول لها الأسبوع ليس الأسبوع. تقول لي حسن، لقد انتهى الأسبوع الآن. قلت ماذا أفعل؟ ليس الأسبوع، ليس شيئا. تقول لي لماذا ذهبت إلى منزلك ولم يعطوني الأسبوع؟ قلت لها منزلك الذي ذهبت إليه هو من يجب أن يعتني بالأسبوع. أقول لها عمتي. تقول لي نعم. أقول لها ما الخطأ؟ تقول لي ما الخطأ؟ أقول لها لا، اكتبي لي ما الذي يقلقك بالضبط. قالت لي هل هناك ما يقلقك؟ قلت كيف أخبرتني بما حدث لك؟ لم نفعل أسبوع نادر، لم ندعك. قالت من الممكن ألا يضطروا إلى دعوتنا، نحن لا نهم حقا. عمتي لم تتحدث. كيف؟ لا يهم. لماذا؟ لا يهم. قالت لي ونحن لا نعلم. لم أكن أنا من أخبرها. من أخبرها؟ قالت لي ماذا فعلت بعائلتك يا عمتي؟ قالت لي أنت والطفل فعلتما ما فعلتما ولم يفشلنا. ماذا فعلنا؟ قالت لي قلت لك أنني سأحضر القابلة. لماذا طلبت مني الذهاب إلى المستشفى؟ قلت لها يا عمتي أنت تعرفينني، قضيت فترة معك كانت تقريبا سنة، والنفقات تقريبا سنتان، لذا يجب أن تكوني قد تذكرتني. قالت لي نعم، لكنها صدمتني في النهاية. قلت لها لا، أنا خائفة جدا ولم أستطع الولادة هنا. قلت على الأقل لو ذهبت إلى المستشفى ستكون هناك الأدوية والأطباء الذين هم من سيفهمون هذا الأمر أكثر من عمتي المذكورة، لذلك كنت خائفة من هذا، وعقلي أخبرني لماذا أنا؟ عندما قلت لك ألا تخافي، هل قلت لك أنني سأعلم أن الأمر خطير وسأعرضك له؟ قالت لي بناتي ولدن لتلك المرأة، وأنجبت أختيك وفلان 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 وفلان، والناس ولدوا قبل أن تولدي، وأنت ولدت أطفالا، وجئت في النهاية وفعلت ما تريدين. وفوق ذلك لا يكفيك أن تعارضي ما قلته عندما غادرت المستشفى، نسيت منزلك وعدت إلى منزلك. قالت لي لقد نشأت فقط في عقلي، لو لم أنشأ في عقلي في اليوم الذي دخلت فيه من هذا الباب لكنت قلت لك اذهبي إلى حيث كنت، لأن هذا المنزل له أبواب، لا تخرجين متى شئت وتدخلين متى شئت. لأول مرة تحدثت عمتي معي بهذه الطريقة. لا نكذب عليك، بقيت في نفس المكان كثيرا من الطريقة التي تحدثت بها معي، لكن قلت لا بأس، السيدة قلقة. قلت لها يا سيدي حكمتك فيه، وأنت تتحدث بعينيك فقط وهو ينفذ. يا عمتي بارك الله فيك، ليس الأمر كما فهمتي، أنا فقط خائفة، كنت خائفة لهذا لم أخبره بالمستشفى. قالت لي لو رأيت هناك سريرين هل تريدين أن تسأليها؟ يا عمتي المستشفى حكومي، أمي لم تذهب إلى العيادة، أي أنني أصبحت بخارا لم أنتهي من أي شيء. على الرغم من ذلك قالت لي هذه المواصلات وهذا. قالت لي هذا 600 ألف ريال فقط، هذه المواصلات. على أي حال لا بأس. لم أحاول أن أشرح لها، لم ترغب في الفهم ولم ترغب في إخافتي على الإطلاق. لديها شيء في ذهنها، وهو أنني لم أستمع إليها، وأني أنا القاضية على ابنها وهو يفعل ما أريده. هذه بعض الأشياء التي في ذهنها، لكنها ليست هناك. أنا وزوجي نعم نتفاهم، لكن لا يوجد اتفاق على هذا، وهو ليس علي. وقالت لي ماذا حدث عندما خرجت ولم تعودي إلى المنزل؟ أنا بينك وبينك، لماذا ذهبت إلى منزل أمي؟ ذهبت إلى منزل أمي لأنها لم تأتي إلي ولم تخبرني بأي شيء. لم تأتي لا بناتها ولا أي من أطفالها، ولا حتى أحد جاء، ابنها، أعني زوجي فقط. لذا هذا شيء أقلقني ولم أخبرها. لم تخبرني، لم تذهب إلى منزلنا لأنها كانت قلقة، ولأنني أعرف كيف سترد علي. أعرف كيف سترد علي إذا أخبرتها. ذهبت إلى منزلنا لأنها ستقلق، ستقول لي اذهبي وأقيمي في منزلك لدى الشخص الذي حذرك للتو وأخبرك أن تأتي. اذهبي إلى منزلك لتطلبي المغفرة. لأنه منذ أن تحدثت معي بهذه الطريقة توقعت أن يكون هذا هو ردها. لا بأس. تحدثت السيدة وقالت هذا ما آلمها، لكنها ليست مجرد حديث، هذا كل شيء انسيه. عندما قالت ذلك ما ألمها اعتذرت لها. قلت لها والله هذا ليس ما فكرت فيه، هذا ما يحدث. لا، أنا لست القاضية على ابنك، لا شيء، ترين كل شيء بعينيك.
كل ما حدث هو أنني كنت خائفة فقط. لكن لا، لم تصدقني. المهم أنها صدقت فقط ما كان في رأسها، لم ترغب في تصديق أحد. نعم، المهم أنها لم تقل شيئا آخر عندما تحدثت معي. ذلك الحديث بدا لي كالسم. لم تقل شيئا آخر، كانت تخفي شيئا ولم تحمله، وكانت مقرفة وفاحشة. قبل ذلك سألتها، قلت لها: يا عم، ما الخطأ فيه؟ قالت لي: يا عم، لو تركت القرار في يديه لما دخلت من هذا الباب. ما زال يقول لك: عندما ذهبت إلى المستشفى، من المستشفى ذهبت إلى منزلك وبقيت هناك في منزلك. لكنها قالت لي: أنا من قلت له: لعنة الشيطان عليك يا ابني، هيا أعطه طفلا دون أن نفقد فرحته. لذلك قالت لي: ما المهم؟ كيف قلت لك أنه عندما خرجت السيدة احتفظت بكل تلك الأشياء في الداخل، أي أنها كانت تخفي أكثر من ذلك؟ لكن هذا كل شيء. لم تعد تريد التحدث، هذا كل شيء. جلست حتى الليل. عدت إلى زوجي وقلت له: ماذا تفعل؟ قال لي: ماذا قالت أمك؟ قال لي: حسنا، لا بأس، تحملي. بخلاف المخاوف، هذه عضتها وهذا. قلت له: لا بأس. قلت له: ماذا فعلنا خلال الأسبوع؟ قال لي: حسنا، تحدثت مع أبي لكنه عنيد. قلت له: أريد أن أفعل الأسبوع. قالت: لا، لم ننتبه له، لم يقيمنا وهذا. اتركوا منزلهم ليقوموا بالأسبوع. قلت لي: لا بأس، يمكنني أن أقول لمنزلنا أن يقوم بالأسبوع، ليس لدي مشكلة. قال لي: أحاول معهم. أعرف أنه بما أخبرته عن الأسبوع، وحتى جدي سيقول لي: ليس من الممكن ترك الصبي هكذا بدون أسبوع. على أي حال، حاول معهم. جدتي كانت تزعج جدي وكانت تفعل ذلك، لكنها قالت لي: لأنني أخبرت زوجي بهذا. قالت لي: هذا؟ قالت لي: تركت عمك يفعل كل شيء، لن تدخلي منزله مرة أخرى. قال لي: كذبت عليك. قال لي: لم يلاحظ شيئا. قال لي: في الواقع نحن رجال، نحن لا نلاحظ مثل هذه الأشياء. أنتن الفتيات من تنبهن إليها، لكننا لا نفهمها. على أي حال، في كل مرة تزعجه. حاول زوجي معهم لكنهم لم يريدوا. قالوا لي: ليس لدينا الوسائل للقيام بالأسبوع. قال لهم: سأقوم بالأسبوع. افترض أن زوجي فعل ذلك. قالت له: لا، ليس لدي خيط، أريد أن يكون لدي هنا في المنزل وأن يمتلئ المنزل بالناس. حسنا، تركت مساء. جاءت جدتي إلي، جاءت لرؤية الطفل. على أي حال، السلام. حسنا، عندما كنا وحدنا حتى سيدتي عرفت كيف تتحدث مع جدتها. لم تحملها، وكانت جدتي تزعجها. قالت لي: يا جدتي، انظري، آتي إليك، لكن هذه أختي التي تجلس وتحثني وتطير وتهبط، ليس لدي مكان لأستريح. قالت لي: لا بأس، ما الخطأ بها؟ قلت لها: لا أعلم. على أي حال، ما أقلقها. قالت لي: أين هو؟ المشكلة هي أننا نعلم أن أي امرأة تلد تذهب إلى منزل أمها. أين المشكلة في هذا؟ لا تأتي أمها إليها، وأمك لم تستطع القدوم إلى هنا، ليس من الصحيح أن تذهب إليها. أين المشكلة؟ قالت لأخواتك أنه عندما يلدن كلهن يأتين إلى المنزل، بناتها عندما يلدن. قالت لي أنها تحضرهن إلى منزلها. لماذا لا تذهبين؟ حسنا، قلت لها، فقط كوني هادئة، ستسمعك، قد تتظاهر بشيء أو شيء من هذا القبيل. على أي حال، قلت لها، المشكلة التي حدثت هي أنه حتى الأسبوع. قالت لزوجي: لا أريد الأسبوع، لا أحب أن يبقى الناس يدخلون ويخرجون. لذلك قالت: كلما احتجت لمنزل والدك كم هو كبير وواسع ترغبين أن يكون، ليس فقط الأسبوع، قومي بأسبوع زواج ونصف زواج. قلت لها: حسنا، المهم أن زوجي لديه الإرادة للقيام بالأسبوع. قالت لي: حسنا، المهم أني تحدثت مع والدك وأنا، ولكي لا أرد. قلت لها: حتى لو. قالت لي: ما لم تستطيعي القدوم غدا، تعالي أحضري الصبي وتعالي اختطفيه إلينا لنتحدث. قلت لها: حتى لو فعلت ذلك غدا، لماذا؟ قلت لها: يا عمتي، سنذهب لأخذ الصبي ورؤية أمي. قالت لي: رؤية ذلك الصبي؟ قلت لها: رؤيته. سحبتني منها وقالت: متى سيكون الصبي؟ لم يكمل شهرا بعد، لن يستطيع التجول في الشوارع. إذا أردت الذهاب إلى أمك فاذهبي معه، بارك الله فيك. عمتي أرادت رؤيته. قالت لي: لا، هذا الصبي لن يغادر المنزل. من يريد رؤيته يمكنه القدوم ورؤيته هنا. قلت لها: حسنا، ها سأصعد إلى أبي، أنت مع الصبي، لا أريد صداعا. تركت الصبي لها وذهبت. سألوني: أين هم؟ قلت لهم: مع أجداده. حسنا، لم يحضروه. على أي حال، قال لي: سأقوم بالأسبوع، زوجك لن يعطيني شيئا، سأقوم بالأسبوع هنا وآتي مع عائلتك. أهلا وسهلا. كم هذا؟
هذا كل شيء. لذا عدت إلى المنزل. عندما جلسنا لتناول العشاء كنت أقول لهم. عندما ذهبت إلى المنزل الآن قال لي: ماذا؟ قال لي: سيهتم بالأسبوع. لم أنتهي من الكلام ثم قام شيخي عن الطاولة. لم ينهي عشاءه. استمررت في النظر إليه. إلى أين أنت ذاهب؟ قام ودخل منزله وأغلقه. دفع الباب بجهد. نظر إلى زوجي. رأيت ما حدث له. قلت لها: يا عمتي يا عمي. قالت لي: فلانة. قلت لها: نعم. قالت لي: ما هذا الغباء الذي جلبته لنا؟ لن يتماشى معنا، فقط أطفئي شمعتك. هذا كل شيء. عمتي لم تفهم كيف أطفئ شمعتي وكيف لن يزعجني هذا. ماذا فعلت؟ قال لي زوجي: اصمتي. صمتت. هذا كل شيء. صعدت سيدتي وذهبت إلى المطبخ. استمررت في النظر إلى زوجي. لو أردت أن أقول شيئا قال لي: هو من؟ قلت له: لا، أفترض أنني أخفيت ذلك عنه. قلت له: كيف ماذا قال لي أبوها؟ ماذا قال لي؟ وأخبرته أيضا عن جده. عندما أخبرتها بما قالته لي ماذا قالت لي؟ أي أنه لم يكن لديه اعتراض على هذا الأمر، لكن عندما رأى والديه أقلق أيضا. على أي حال عندما دخلت سيدتي دخل الناس وغفوت. قلت لزوجي: ما الأمر؟ قال لي: لم يكن ينبغي أن تقولي لهم هكذا على الطاولة، كان ينبغي أن تدعيني أقول لهم طريقتي. قلت له: جاء إلي بشكل طبيعي. قال لي: على أي حال لم يعرفوا كيف فكروا في الأمر. أنت هذا كل شيء، فقط كوني صبورة. حسنا، هذا كل شيء. في ذلك الوقت فعلت ذلك. ذهبوا ليجدوه. هذا كل شيء. الأسبوع لم يجلب لهم شيئا. هل تعتقدين أن عائلة الرجل لن ترغب في شيء؟ هذا كل شيء. فقط اسمعي هذا الأمر. قال لي: سأعتني به. وهذا بدأ في المجيء. على أي حال القلق على سيدتي. استيقظت في الصباح ولم تتحدث معي، وذهبت إلى عمتي. بارك الله فيك، لماذا تفعلين هذا؟ في هذه الحالة ما هذا لنا؟ لماذا يتدخل هذا الصبي معنا بهذه الطريقة؟ كنا بخير ولم تكن هناك مشكلة بيننا. بعد فترة أصبحنا هكذا. ماذا حدث؟ على أي حال قالت لي سيدتي: لم تعد تعطي قيمة، كيف تفعلين منزلك؟ قلت لها: قلت لك يا عمتي، قلت لك الأسبوع. ماذا قلت لي؟ قلت لي أن أفعله في منزلك. قالت لي: هل ذهبت وأخبرتهم؟ عمتي قالت لك أن تفعلي الأسبوع. قلت لها: لا والله لم أخبرهم بشيء. أنا غبية. سأذهب وأخبرهم أنك قلت لي أن أفعله. قالت لي: لهذا أراد جدي أن أكون هنا في المنزل. بعد ذلك لن يأتي أحد إلى منزلي بعد الآن. هذا كل شيء. في هذه الأثناء لا أكذب عليك، كان لدي بعض الدم على وجهي لأني أرى أن منزلنا لا يتم بهذه الطريقة. إنه منزلنا. على العكس من ذلك، عندما يكبرون فيه يواصلون القول لي ألا أفعل شيئا من شأنه أن يقلقها. انظر كيف فهمت القضية وكيف تعاملت مع الأمور بحساسية مفرطة. على أي حال لا بأس. مر ذلك اليوم واليوم التالي، وجاءت جدتي وأمي إلي وبدأتا في البكاء. لم أستطع إخبارهن ألا يدخلن. كنا نجلس هكذا أنا وزوجي. نعم، سيدتي استمرت في القدوم والذهاب. لم أكن أعرف ماذا تفعل، سمعت فقط بكائهن. كن يبكين من أجلها. لم تدعني. جاء شخص إلى الباب وفلان كان يبكي. قالت لي: حسنا، لم نعد سنستريح في منزلنا. فورا رأيت زوجي يومئ لي. قال: عذرا حسنا. خرجت إليهن. السلام عليكم. حييتهم. دخلا. نعم، جلسنا. ابنتي لم ترغب في الجلوس معنا. جلس زوجي معنا لفترة ثم نهض. نعم، لم ترغب في الجلوس. جاءت الجدة فلان إليها. نعم جئت. أنت غير سعيدة بنا، لا تجلسي معنا. قال له: حتى ذلك الحين أنت وابنتك. سأقضي هذا. سآتي إليك. هيا اذهبي وتحدثي أنا معك. حسنا، حتى لو أرادوا الخروج لم تجلس السيدة معهم لدقيقة واحدة. صنعت لهم الشاي. لم يرغبوا في الأكل لأنهم شعروا، خاصة الجدة كانت تطير في السماء. على أي حال عندما أرادوا الخروج دعوها لأنها لم تجلس. قالت لها الجدة: كيف على أي حال طلبنا هذا وفعلنا هذا. قالت لي: نعم حسنا، أنت تخبرينني كيف بدأت. قالت لها: لا، ليس الأمر كذلك. لكن على أي حال بدأوا في التحدث إليها فقط في قلبها، وشرح لها. فعلت ما أرادوه. قالت لهم: حسنا، فلنستمر جيدا. حسنا، على أي حال خرجوا وعادت إلي. قالت لي: هل تعرفين ماذا تفعلين؟ قالت لي: خذي تلك الحقيبة واخرجي. من ناحيتي ماذا قالت عمتي؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ قالت لي: اذهبي إلى منزلك. لماذا؟ ماذا فعلت لك؟ قالت لي: لكي تأتي لتناول القهوة.
قالت: وألقي بي، لا أنت ولا خدعة عائلتك لا نقبلها منك، لن تزيد. قالت لي أن ما حدث لي هو أنا. هيا يا عمات على الشيطان. في ذلك الوقت لم يكن زوجي في المنزل. يا عمتي على الشيطان، ما الذي يقلقك؟ هل تريدين أن تفهمي ماذا فعلت لك وما الذي يقلقك؟ قالت لي: تحدثت، قلت الأسبوع، طبقته بقدر ما قلت، طبقته وهذا وبدأ. على أي حال ماذا أقول لك؟ هذا الشيء جاء بطريقة مثل شخص يلعب سرا. على أي حال أقول أن بعض الأشياء يحدث شيء كهذا. أنا لست دائما معهم هكذا للأسبوع. تحدثنا عن أشياء للأسبوع. لم أرغب في أن تبدأ عائلتنا في التحضير للأسبوع قبل أن نتحدث مع عائلة زوجي، لكنهم بدأوا وجاءوا وأخبروهم. تصرفوا من تلقاء أنفسهم، لذلك فهمت كما أرادت. على أي حال لا أكذب عليك، لقد فتنت. حقا لقد فتنوني، حقا حقا. قالت لي: والله بقيت معي ليوم آخر في هذا المنزل، اخرجي. قالت لي: لا تدعيني أذهب، سأجمع أغراضك وأعبئها في الخارج. يا عمتي لعنة الشيطان. قالت لي: بارك الله فيه وأذله. هيا دون تكرار هذا الحديث، بارك الله في والديكم، أعطوني مساحة، أنت وعائلتك يمكنكم الإقامة في منزلي. هيا خذي ابنك واذهبي، اتبعوه أو تزوجيه أو افعلي ما تريدين. لم يعد لدي حفيد. قلت لها: يا عمتي لم يكن لديك واحد لأنك لم تكوني تنظرين إليه حتى. قالت لي: لماذا أنظر إليه؟ لماذا أنظر إلى ابنك؟ ماذا أفعل به؟ قالت: بدأت في البكاء. هيا لا تدعيني أذهب. قالت لي: سأفعل شيئا بك في الخارج. قالت لي: قبل أن يأتي عمك، إذا جاء عمك والله. قالت لي: سأرميك من الشقة ولا تخرجين من الباب حتى لو ذهبت. ارتديت وحملت ابني في يدي. قالت لي: زاكاي، إلى أين أنت ذاهبة؟ قلت لي أن أخرج. قالت لي: هذه أغراضك، هل تنوين العودة إلي أم ماذا؟ أنا مع الشيطان يا عمتي، دعيني أذهب وأتغير في ساعة أخرى. قالت لي: لقد قلت لك أن تجمعي أمتعتك ولا تتركي شيئا. اتركيني هنا حتى لو كان شيئا بسيطا. الشيء الذي تتركينه هنا والله سوف أشعل فيه النار وأحرقه، لأنك قلت لي إن الخروج الذي سأخرج منه من هذا المنزل والله لن أدخله. نعم، ماذا عساي أن أقول لك؟ ذهبت وجمعت أمتعتي وكنت أقول دائما: يا رب ليت زوجي يأتي وينقذ الموقف قبل أن نغادر المنزل، وهذه المرة لم يأتي. حسنا، جمعت أمتعتي وقلت لها: خذي هذا هكذا، لا تتركي شيئا بلا فائدة. قالت: لا، سأجد شيئا هنا حول الزاوية سأشعل فيه النار. نعم، حسنا، جمعت تلك الأشياء الخاصة بي وخرجت. مشيت إلى منزلنا، رأني أهل القرية. على أي حال كنت مصدومة. وصلت إلى المنزل وقالوا لي: ما المشكلة؟ قلت: حسنا، نبقى آمنين وسالمين. قلت لهم: سأذهب. حسنا، من الرجل، ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعلت؟ قالت لي جدتي: والله لقد استاءت مني عندما جلسنا. قالت لي: إنها لا تريد الجلوس معنا. حسنا، قالت لي: هناك أنا أعرفها، ليس لديها شيء جيد لتفعله. على أي حال حسنا، قالت لي أمي: ليس عليك الخروج وليس عليك. غضبت أمي، قالت: ليس عليك الخروج، ماذا أفعل لألصقها في منزلها؟ حسنا، قالت: منزلك أيضا. قلت لها: لا، لا أعرف، منزلها هو منزلها. على أي حال حسنا، ماذا عساي أن أقول لك؟ بدلا من أن نسعد بزيادة هذا الولد سنزعجه. ولكن بعد فترة جاء زوجي، خرجت إليه. قال: لماذا خرجت في الظهيرة؟ قلت له: سأخذ أي شيء موجود، أي شيء موجود. لم أغادر المنزل بإرادتي، خالتي هي التي فعلت ذلك. لماذا أخبرته بما رأيت؟ جئت إلي أمي وجدتي. ماذا قالوا؟ ماذا قالوا؟ قال لي: لا، لم يكن يجب أن يقولوا ذلك. الأمر كما لو أنك لم تشتريهم، الأمر كما لو أنك صادرتهم. صديقي، لم أفهم كيف فهموا الحديث. وداعا، أخبرتك بما حدث وهذا ما حدث. قلت له: الآن ماذا؟ قال لي: اجلسي هنا ودمري البضائع. قلت له: كذا وكذا. قال: نعم. قلت له: سآتي إليك، لن أضع قدما في ذلك المنزل مرة أخرى. فكري فقط في حل من الآن فصاعدا. قال: ماذا تريدين؟ قلت له: إذا أردت الرحيل سأبقى في منزلنا أولا، ديني معك والحل الآخر بين يديك، أنت تعرفينه. قال: أي حل؟ قلت له: لا أعرف شيئا عن ذلك، لا أريد أن أفقد والديك وأنت تعلمين أن هناك محكمة، سنطلق ويمكن للجميع أن يرتاحوا، هذا كل شيء. لم يقل الرجل كلمة أخرى لي. أضاف وجعلني أحمر وجهي. لم أرغب في ذكر موضوع الطلاق هذا، لكنني لم أرغب في أن يشعر بأنني أفرض عليه شيئا ولكن قلت له:
هل ستتركينني في منزلنا أولاً أم ستأخذينني معك بطريقة معينة؟ أنا أقول له إنني أجبره على شيء وفي الوقت نفسه أقدم له حلاً آخر. أعني إذا لم يعجبك كل هذا فهناك شيء واحد أسميه الطلاق، ولكن لأقوم وأعود لا يزال لديك المنزل الذي عاملتني فيه. وفوق ذلك أعلنت السيدة الحرب علي، بمعنى أنه لم يعد لديها منزل أو رفقة أو أي شيء. لذلك أردت أن أتأكد من أنني لا أنوي العودة إلى منزلهم مرة أخرى. على أي حال غادر الرجل ذلك اليوم. دخلت وقالت لي أمي: ماذا قلت؟ قلت لها: ماذا قال؟ قلت له: ماذا قلت؟ قالت لي: جدتي، هذا الفم فقط للصندل، من يمسكك ويجعلك تدعين بهذا الفم مع الصندل؟ قلت لها: لقد أعطيت إياه فقط. قالت لي: الطلاق لا يجلب للمرأة شيئا. قالت لي: ماذا حصل لك لتطلقي؟ قال: لك من المخجل أنه تحدث معك عن شيء. لماذا طلقت معه؟ حسنا، هذا كل شيء. بقينا هكذا لمدة يومين، لكن لم يكن لدي مكان أذهب إليه لأتحدث معه أو أراه، وفي ذلك الوقت لم يكن هناك هاتف أو أي شيء. والله سيعود إلي مرة أخرى. قال لي: ماذا ستفعلين الآن؟ قلت له: منزلنا سيغلق لمدة أسبوع. حسنا، إنه في السجن لفترة، لكنك ستنهين الكثير من الأشياء. قال لي: حسنا، سأفعل ذلك لمدة أسبوع. قال لي: المهم أنني سأرى إذا كانوا قادمون. مرحبا. إذا لم يأتوا لمدة أسبوع سنفعل ذلك لابني. لن أتركه هكذا، سأذهب وأحضر له بعض المال. هذا لأنه كان لديه مال في المنزل. أعني كان بإمكانه أن يأخذ واحدا من أولئك الموجودين في المنزل ويقتل ابنه، ولكن الآن بعد أن خسرت معهم لم يعطوه مالي. ما زال يقول لي: سأذهب وأشتري. على أي حال عندما أخبرت والدي قال: لا، هناك تحويل مالي. فلماذا تذهبين لشرائه؟ هذا لأنه لم يقل لك بجاش. لا يا بني، أنا من يجب أن يشتري مولوده البالغ من العمر عاما واحدا. قلت له أن يشتريه منه. قال لي: لا، أبي لن يبيعه لي بسعر معقول. أبي سيقلل وأنا لا أريد أن يقلل. أريد أن أقوم بأسبوع ابني. على أي حال ما فعله هو الذهاب والتجول. جاء وقدر ما استطاع. على أي حال خسر المال في الأسبوع. هذا كل شيء. مر الأسبوع. في يوم الأسبوع كان حاضرا، لكن والديه لم يريدا حضور أخواته. لم يحضر أحد منهم. هذا كل شيء. كنت أنا فقط وعائلتنا وأخواتي وأهل القرية. بالطبع رأى كل أهل القرية أن والديه لم يحضروا. على أي حال ألقى باللوم عليهم وتحدثنا معه. فصلت الرجل عن والديه. دخلت فقط وتركتهما بمفردهما. على أي حال هناك الكثير من الناس الذين يتحدثون، لكنني لا أسبق أحدا يريد أن يقول شيئا، طالما أنني أعرف ما يدور في أذهان أي شخص يريد أن يقول شيئا. يقول إنه لا توجد مشكلة، المهم أن الأسبوع قد مر، والرجل كان على وشك المغادرة، ولم أكن أعرف ماذا أفعل، سواء آخذه وأتركني في منزلنا أو يأخذني معه. ليس لديه مكان ليأخذني إليه أو ليعيدني إلى منزلهم. منزلهم لا يريدني أن أعود. وإذا لم أرغب في العودة كان الرجل مرتبكا عندما أراد المغادرة. قال لي: سأذهب، أنت هنا، لقد مر شهر وسأعود. قلت له: هذا يكفي. وقال لي: منزلنا هو ما أحضره الله. تحدثوا إليك، جاءوا إليك أو أي شيء، تحدثي إليهم باحترام ولطف. قلت له: لم أعاملهم بإهانة قط وأنت تعرف ذلك. قال لي: هذا يكفي الآن، إنه فقط منذ أن طردوك من المنزل وتريدين أن تخسري معهم أو أي شيء. لا تنسي أن هؤلاء هم والدي، لذلك بالتأكيد لن أقطع علاقاتي معهم. قلت له: أبدا، لماذا قلت أنني أقطع علاقاتي معهم؟ قال لي: إذا قطعت علاقاتك معهم فهذا بمثابة أنني قطعت علاقاتي معهم، حتى أنا. هذا ما لم يحضرنا الله جميعا للانتقال من هنا والذهاب إلى المدينة لن يحدث شيء، لن يتمكنوا من القدوم إلي، ولن آتي إلا إذا كنتم أنتم. لقد خسرت معهم إلى هذا الحد. قال لي: اتركي الأمور هكذا، أو إذا جاءوا إليك تحدثي إليهم بلطف حتى لو غادرنا من هنا. عندما نعود سنجدهم قد نسوا. لا يوجد عار أو أي شيء لأنك لم تتعاملي معهم. العار هو أنت. نعم، المهم هذا يكفي. قلت له: حتى لو كان ذلك من أجلك فقط، وحتى لو جاءت والدتك لتخبرني. قالت: لن أجيبها ولن أخجل منها على الإطلاق. نعم، هذا يكفي. هذا ليس ما حدث. ذهب السيد إلى المدينة، تركني في المنزل مع والدي عمتي العجوز. ماذا يمكنني أن أقول لك؟ تريدين العمل ولا تريدين. قالت: ليس لديك الحق، أنا أتحكم في ابني وأفعل به ما أريد ولا أعرف ماذا. على أي حال إنها تجلس حول القرية وتقول لهم إنها ألقت عليه سحرا.
ذهب إلى المرأة مع والدتها، وجدتها. الناس لا. ألقوه حيا مع ابن عمه، ثم ألقوه مع اثنين. كان الأحمق ممتلئا، كان ممتلئا، هذا كان ممتلئا، هذا كان ممتلئا، أو ما قالوه له. يقول لهم: على الرغم من أن احتفال الأسبوع قد أقيم ولم نحضر، فليس الأمر أنهم لم يحضروا، لقد حضروا لكنهم لم يريدوا الحضور. ماذا سيفعل بهم مفترضا أن يجلب لهم الصحة؟ هذا غير ممكن. على أي حال لم تذهب عمتي العجوز إلى أي مكان، لم تذهب إلى أي مكان. تحدثت، مرت أيام وجاءت أيام. في إحدى المرات تجمع الفتيات في مكان واحد. نعم، قلت: لماذا لا نخرج إليهن؟ هذا ابني، كان لا يزال صغيرا. قلت: دعيني أتركه لك لفترة، سنذهب لرؤيتهن ونعود. اذهبي، قالت لي أمي، وحتى لو غادرت وجدتها هناك. على أي حال جئت لألقي التحية على الفتيات، وكن يجلسن هكذا. اقتربت منها ونهضت. لماذا لا ألقي عليها التحية أو أقترب منها؟ فوراً فعلت شيئاً لي أمام كل الناس الذين. الفتيات اللواتي كن يجلسن هناك كن جميعاً يحدقن بي، لكنني رفضت. بعد فترة حتى طلبت منهن أن يلقين التحية علي، وعادت إلى مكانها. جلست مدعية أنني استيقظت للتو حتى لا تلقي علي التحية. حسناً حسناً. جلسنا معاً لفترة وكانت تبكي. انظري إلي أنا وأنتِ. نظرت إليها. قالت لي: ماذا وجدت؟ لم تريدي، لقد أصبحت ما أردت. ماذا فعلت خالتي؟ قالت لي: ليمنحك الله دراستك. كنت صامتة، وبدأت الفتيات يقلن لها: كذا وكذا أمر مخجل، ماذا تريدين؟ إنها مخجلة، ليس هناك ما خطأ معها، ليس هناك ما خطأ مع الخصم، ليس لديك شيء لتفعله مع هذا، ليمنحك الله البركة في بيتك وقد فهمت. قالت لهن: أنتم شهود، كنت متفهمة معها، عاملتها مثل ابنتي. بعد ساعة فوجئت، لا أنكر ذلك، عاملتني مثل ابنتها، لكن فجأة تغيرت السيدة، لم تعد راضية عن الوضع. ما الذي لم يناسبها؟ لم يناسبها بالضبط ابنها وأنا فهمنا، هذا كل شيء. الوحيدة التي كانت مسيطرة جدا لم ترغب في فهمي وفهم ابنها. نعم، مهمة السيدة كانت أن تقول لي إنها ستترك الولد وتخرج ملقاة في الأزقة. كوني صبورة حتى يأتي ابني وسأجد له حلا. خالتي، أنت تعلمين أنني لا أذهب إلى أي مكان، جئت فقط لأرى الفتيات هكذا. كنت سأذهب وتأتي أمي لأن أمي أرادت المجيء إلى هنا. تركت ابني معها. قالت لي: حتى لو حدث كل هذا سنرى ذلك عندما يأتي ابني، وسنرى كل ما تقولينه لي الآن. على أي حال ماذا يمكنني أن أقول لك؟ جاء هذا الشيء إلى رأسي، جاءت هذه الحياة كلها إلى رأسي، وبدأت أقول: يا رب، متى سيأتي زوجي ليأخذني معه ونكون سعداء؟ على أي حال عادت تلك الساعة عندما كانت مستاءة ولم تتركني أرتاح. كانت الفتيات كلهن يتحدثن عنا، كل شيء كان على ما يرام. قلت: سأفعل. نعود إلى حالتي في المنزل. عدت إلى المنزل. قلت لنفسي: لا تذهبي. قالت لي: لماذا؟ قلت لها: السيدة موجودة، ماذا فعلت بي؟ على أي حال جلسنا. مرت حوالي 25 يوما. جاء زوجي قبل أن يذهب إلى منزلهم. جاء إلي أولا. لماذا؟ لأنني جئت في الطريق. لم يأتي بالمنزل. هناك ولد وهذا وذاك سيذهب. أراد أن يرى إذا كان منزلهم على ما يرام. جاء إلينا أولا، خرج إلي. قلت له: ماذا فعلت؟ وقال لي: وجدت المنزل المؤجر وهذا، وأريته للسيد الذي أعمل لديه، أريته لهذا وهذا وسنذهب إليه. متى قال لي أن هذه الأيام قد انتهت؟ قال لي: سأذهب لرؤية المنزل وهذا وسأعود إليك في ذلك الوقت. قلت له: حسنا، حتى لو لم أقل له يا سيدي، إذا جاء لم أقل له إنني ناقشت شيئا معك. لم أناقش شيئا معها، إنها تناقش الأشياء فقط في ذهنها. رأسها مهم. ذهب إلى المهمة مع المدخل، بقيت عليه. زوجتك ضائعة في الأزقة. خرجت وتركتيها تدور. إنها لا تريد البقاء في المنزل. لدي شهود ولدي هذا. بعد قليل سيأتي الرجل إلي. قلت له: تعال. قال لي: لا، ارتدي شيئا وتعالي، أريد أن أتحدث معك. ذهبت، ارتديت وخرجت إليه. قال لي: أمي أخبرتني شيئا، ماذا حدث؟ قالت لي: إنك تتركين ابنك وتبقين ضائعة في الأزقة، ضائعة في القرية، تدورين من هنا إلى هناك. قلت له: أنت أختي، هذا ما قلته. قال لي: جئت لأطلب منك ما هذا. قلت له: خذي ما هو موجود مرة واحدة، ما هذا؟ هذه هي المرة الوحيدة التي فعلت فيها شيئا كهذا. يأست ببساطة وجئت. أردت أن أخرج إلى الفتيات، ماذا يفعلن؟ وهذا وسأذهب لشأني. هذا ما قاله لي. لا، خرجت.
ألم تستشيريني؟ أين سأستشيرك؟ كذا وكذا، ليوفقك الله. قالت لي: لا، ماذا فعلت بك؟ قلت لك أن تبقي في المنزل، ألا تخرجي، ألا تذهبي إلى أي مكان، لا تفعلي شيئا، هذا كل شيء، لا تقلقي يا سيدي. بدأت أشرح له: اتركيني وشأني، لم أكن أعرف. أعني، قلت: أنا فقط ذاهبة إلى الفتيات هناك، لذا سأخرج إليهن على الفور. قلت له: لكن بخلاف ذلك لا يوجد خروج على الإطلاق. أتحداك أن تسأليها إذا رأتني أخرج في أي وقت سوى ذلك اليوم. على أي حال، استعاد الرجل وعيه قليلا وقال لي: أنا أشعر بالدوار، لقد جعلتني مريضة، لقد جعلتوني ألعب بينكم مثل كرة، وأنتم تلعبون بي كما تشاءون، لقد جعلت صحتي أسوأ. على أي حال، غادر وقالوا: سأذهب. قالت له: هل كل هذا الحديث الذي قلته لك؟ لم تأخذي منه شيئا، وأنت ذاهبة معك، وقد أهنتني أمام أهل القرية. لذلك نهض وقال لي: نقول لك إن السيدة ليست جيدة لك، وأنت لا تريدينها معك. وقال: اتركيني وشأني، لدي ابن معها. حتى لو كان لديك ابن، قال: لديك ابن، إنه ابن، لم نكتشفه وهو يعيش معها وهي تريد ما تريد، وهكذا وهكذا. هذا شيء يا شيخي، حتى هو دخل القصة. حسنا، على أي حال، قالوا لي: لا نحن ولا هي، إذا غادرت من هنا وأخذتها معك فستنسانا ولن تأتي أو تستجيب لهذا الشخص أو تنقلب علينا أو أي شيء. حسنا، أنت تعلمين، لقد وضعوه في موقف لا يحسد عليه. لا أفهم لماذا يفعل بعض الآباء ذلك لأبنائهم. هل يسمح السيد لابني بالسماح لزوجته التي لا تريد شيئا له بأن يقال عنها أنها ترضي الوالدين؟ لا أفهم هذه الأفكار. حسنا، على أي حال، الحمد لله، لم يستمع إليهما. ذهب إلى واعظ المسجد وأخبره: خذ هذا وهذا وهذا. قال له الوالدان: فقط اهتم قليلا، إنها زوجتك، اذهب حتى يبرد دمك قليلا ثم عد إليهم. عاد وحده. لا تكتفي بها، إنها من تقودهم. الأمور تسير على ما يرام في ذلك الوقت. قال لي زوجي: حسنا، سنذهب في يوم كذا وكذا. قلت له: حتى لو كنت جادة. قلت له: حسنا حسنا. وجدت نفسي عندما غادر تلك الليلة وقال لهم: غدا سنذهب. سحبوها من المنزل تلك الليلة وأحضروها معهم إلى المنزل. أنا لا أكذب عليك، لا أريد أن تصل الأمور إلى هذا. لا أريد أن يشوهوا سمعتهم في القرية ويقولوا للناس إنها فعلت شيئا له حتى تأخذه إلينا. هذا مهم، نحن لا نهتم به. الغد هو يومه. استيقظنا، خرجنا، أخذنا الطريق ومشينا إلى المدينة. مشيت ووجدت أنه استأجر منزلا في حي لطيف. إنه ليس حيا صغيرا كما هو، ولكنه يخدم الغرض وهو هادئ وآمن. الحمد لله، ليس لديه أي مشاكل. نعيش في ذلك المنزل. وعاد إلى عمله. نحن بخير وصحة جيدة وعلاقتنا جيدة، لا يوجد مشكلة. قال لي: حسنا، هذا ما سأفعله، سأتركه حتى يبرد قليلا حتى لا يفتقدوني، ثم سنذهب إليهم. قلت له: حسنا، افعل ما تريد. عمل، وعشت أنا وابني في المنزل جيدا وفي صحة جيدة. الحمد لله، لا نحتاج إلى أي شيء سيء. الحمد لله، نحن بخير. على أي حال، قلت له: عندي وقت، هل أخرج وأعمل وأساعدك؟ قال لي: لا، ستبقين وتلتقين بابنك. السلام عليكم. على أي حال، بقي هكذا لشهور. قال لي: سأذهب لرؤية أهل المنزل. غادر وقال لي: المهم لا تخافي، وترك لي المال وكل شيء. قال لي: سنخرج إليهم أسبوعا هكذا وسأعود. حسنا، قلت له: نعم. على أي حال، غادر اليوم صباحا. غدا، لماذا عاد معهم الثلاثة؟ غششت. عاد وعلم أن العلاقة بينهم ليست جيدة. قلت له: ما المشكلة؟ الرجل لا يتكلم، لماذا عدت؟ هل والداك بخير؟ قال: لا، الأمر بخير. استمريت في سؤاله. قال لي: اصمتي، لا تسأليني شيئا، ليس لدي ما أقوله لك. حسنا. حتى لو كان بخير. كان الرجل صامتا. بدا قلقا. هؤلاء كانوا والديه. على أي حال، لم يكن لدي أحد ليخبرني الأخبار في ذلك الوقت. لم يكن هناك هاتف أو أي شيء حتى لأخذي إلى المنزل أو أي شيء. ما كان في أخبارهم كان شيئا، لا شيء. على أي حال، مر اليوم الأول. لم يتحدث الرجل معي. طوال ذلك اليوم جلس وقمع كل حواسه ولم يتحدث. جاء اليوم الثاني وكان الأمر نفسه. في اليوم الثالث بدأت أسأله. حسنا، حتى استفززته جيدا. قال لي: فقط استرخي، هذا ما أردت أن توصليه، لقد أوصلت بالفعل ما أردت إيصاله. قال لي: ما أردت إيصاله هو أنك تتركينني. مع والدي فصلتني عنهم، فقط استرخي بشأن نواياك. قال لي: كذا وكذا. نعم، أمنيتي الآن هي أنك فصلتيني عن والديك. قال لي: لا أريد أن يكون هدفك هو أنك فصلتيني عنهم. قلت له: انظري، سأخبرك أنني أنا.
لم يكن هدفي أبدا أن أخسرك مع والديك، ولا أنني خسرت معهم. كنت أريد أن يفصلني الله عن هذا الولد. قال لي: حسنا، اصمتي. صمت. بقي صامتا. أنا مبتلى بك. نعم، أنت قلقة لأن ما حدث بعد ذلك. أخبرني أنهم لم يفتحوا له الباب، لم يسمحوا له بدخول المنزل. قالوا له أن يذهب إلى أقاربه، إنهم والداك. اذهبي إليهم. ركض والده خلفه وحدث له مهمتان. بقي على حاله. ذهب وقضى الليل في منزلنا. في صباح اليوم التالي هو هنا في المنزل. حسنا، المهم هو أن ما سأقوله لك من الآن فصاعدا علاقتي به لم تعد كما هي. سنكون بخير قليلا، ثم سيستيقظ ويقترب منها. لا، ليس له الحق بسببك. خسرت والديك. كما اعتدت أن تسمعي، كل الناس يلدون من خلال قابلة. إذا اعتدت أن تسمعي ذلك لما وصلنا إلى هذه النقطة. عندما جئت من المستشفى كان يجب عليك العودة إلى منزلنا. أنت من أحضرت كل هذه المشاكل، أنت من صنعتها، أنت من فعلتها. ربما أحضرت كل هذا، لكن والله لم يكن ذلك قصدي. لو كنت أعلم أن ما فعلته سيقودنا إلى هذا الموقف لفضلت الولادة في المنزل أو على السطح. لما طلب مني النهوض والذهاب إلى الحمام، حتى وإن كان ابني فيه. كنت سأقوم بذلك فوراً فقط لنتجنب كل هذه المشاكل ولأوفر عليه ما يمر به، فمكانتي في قلبه لن تسمح لي بذلك. لا شيء أصعب من غضب الوالدين عليك أو منعهم لك من دخول بيتهم. لا شيء يفوق هذه القسوة، لكن الأمر لم يكن بيدي. لم يكن لدي خيار. والله شاهد على أن نواياي كانت صافية، ولم أقلل من شأنهم أو أسبب لهم أي متاعب. الله شاهد ويعلم كل شيء. على أي حال، وكما أخبرتك، ابني يكبر. عندما كان ابني لا يزال صغيراً، في سن الثانية والنصف أو الثالثة، عندما كان يرغب في الولادة كان يقول لي: سأسافر لزيارة والدي وسأعطيك الولد وبيننا. لا أريد ذلك. كنت أقول له: لا، لماذا؟ لأنها تخاف على ابني. امرأة لا تحملني، تكرهني. جاء ابنها وحفيده إليها فحملته بين ذراعيها ولم تسمح له برؤيتها. هي لا تقودني. أذهب وأقضي الصيف معها. ابني خائف عليه، لن أكذب. على أي حال، عندما أذهب إلى بيتنا، من الضروري أن أرى والدي عندما أذهب، بمجرد أن يأخذني ويعود إلى هنا، لأن بيتهم لا يسمح له بالدخول. يتركني في بيتنا، يبقى هناك حتى اليوم التالي عندما يكون هنا في العمل. أجلس لوقت وأعطي الولد لجدتي. أقول لها: هنا اذهبي اتصلي بها وقولي لها إنه حفيدك، لكن لا تدعيه يجلس ويراقبه ثم يعود. جاء جده إليه وقال لها: ليس لدي حفيد، هذا حفيدك، اذهبي بارك الله فيه لك، ليس لدي حفيد. قال شيخي لجدتي: لا تطلبي من زوجتك أن تأتي وتجلب هذا الزوج إلى منزلنا، لا علاقة لنا به. جاء جدي إلى منزلنا وقال: لماذا تذهب إلى السيد؟ انقر على بابه في منزله، ماذا تريد؟ حفيده هنا، هو يعلم أن من يريده سيأتي ويراه، لا يريد أي عمل. لماذا تذهب تبحث عنه؟ على أي حال، عندما بدأ الولد يكبر كان يقول لي: دعنا نذهب، أنت لا تعرفين كيف تحلين أي شيء لي. كنت أقول له: اذهب وحلها بنفسك. في ذلك الوقت سنرى كيف حاله، إنه بخير، إنه ليس معي، الولد معي. لا، والداي سيرونه حتى لو لم يره والدي. على أي حال، دخلنا أنا وهو. هناك صراعات لا أحبها بعد الآن بصراحة، وعلاقتنا لم تعد كذلك. حسناً، مرت الأيام. في أحد الأيام كان لجدتي غرض في مدينة أو أخرى، ومر بمدينتنا وجاء إلينا. جلس واستراح معنا. في اليوم التالي، لماذا كان يذهب دائما بنفسه؟ وعندما عاد طرقت. مر بنا لفترة وغادر. على أي حال، مر بعض الوقت وعدت. أحضرني زوجي لرؤية منزلنا. كما أخبرتك، علاقتي بزوجي ليست خسارة. كل دقيقة أحيانا تخسرين، وأحيانا تتحسنين، وأحيانا تخسرين. عندما يفكر في هذا الأمر وذاك تسوء الأمور ولا تصبح شيئا. عندما ينسى ذلك سنكون بخير. على أي حال، أخبرت داني أنني أفتقد منزلنا. داني، أنا وابني، وعاد. عملت له خلال هذه الفترة. أخبرني زوجي أنه جمع بعض ثروته. أردت أن أرى حسناً منزلاً قديماً وسنبدأ في إصلاحه شيئاً فشيئاً. قلت له: المهم أنه يتحول، إنه يقود عمله. جئت إلى منزلنا. قال لي جدي: خذيه ذلك اليوم. على أي حال، عندما جلسنا لوقت انتهت الغداء. قال لي هذا: خذيه ذلك الوقت. عندما جئت إليك وجدت أن الحياة الضيقة قد انتهت. هذا هو جدي. بيت صغير جدا. لماذا؟ لأنك تعلم أن البيوت في الصحراء كبيرة. الحمد لله، لا يمكنك تناول وجبة فطور كبيرة في بيت المدينة.
كان لديه غرفتان، حمامان ومطبخ. كان هذا صغيرا وجاء ذلك. قال لك ذلك قبر وليس منزلا. قلت له ونحن حولناه. قال جدي لا مشكلة. قال لي لا هذا زوجك. قال لي لقد وفرت بعض المال. قلت له خذيه. قال لي لقد وفرت قليلا لكنه لا يكفي له. قال أريد شراء منزل قديم والبدء في إصلاحه شيئا فشيئا. قال لي لماذا يتم إصلاح المنزل القديم؟ قلت له من الممكن. قال لي حتى يعرفه. ربما يأخذ المنزل القديم لكنني لا أعرفه. تبني على اليمين لا أعرفه. إنه مزيف، لا يوجد خطأ فيه، لا يوجد شيء ليس جيدا أن يأخذ قطعة أرض ويبدأ في البناء شيئا فشيئا. قلت له لكنه قال لي قطعة الأرض باهظة الثمن، بمعنى أن المال الذي معه لن يجعله يحصل على قطعة الأرض، لذلك عليه الانتظار طويلا ليبدأ في البناء، بمعنى شيئا فشيئا. نعم. قال لي انظر سأفعل شيئا. قلت له ماذا؟ قال لي لدي بركة، عندما تذهب إليك سأعطيها للسيد لشراء قطعة أرض، وتلك البركة لديه يبدأ في البناء عليها شيئا فشيئا. من يقلب الطاولات في ذلك الوقت انتقلوا إليها واستمروا في بناء ذلك الشيء الذي تعطيه له في الكرة. أعطاه، فقدوا في منزلك. كنت سعيدة بيني وبينك، أعجبتني الوضع وكنت سعيدة. المهم فيما يتعلق بمنزلنا يقدرون هذا الرجل. لدي مليون ألم. لماذا؟ لأنهم يقولون على الرغم من المشاكل التي واجهها مع منزلهم وكل شيء ظل مرتبطا بابنتي ولم يسمح بذلك. أوه هذا مجاني. على الرغم من وجود شيء آخر، ادعى أنه كان سيختار والديه بدلا من ذلك، لكنه فكر بعقلانية أكبر. على أي حال لا يهم. عدت إلى المدينة. قلت لزوجي ماذا قال لي جدي؟ قال لي اذهبي لا منزلنا، أولئك الذين سمعوا بهذا سيصدقون ذلك، إنه محدد عندهم أكثر مما هو محدد. قلت له لن يستمعوا، من سيخبرهم؟ قلت له أنت تعرف جدي لا أحب الحديث. قال لي لقد قاله أمام النساء، يمكنك أن تقولي ذلك لأي شخص حتى جدك. قلت له لا، عندما يأتي جدي إلى هنا تحدثي معه. أنت تعرف جدي، كلماته لن تسقط على الأرض. قولي لها اذهب، خذ هذا الكلام، لا أريده أن يصل إلى منزلنا. سيصمت جدي ولن يتمكنوا من الحديث. قال لهم اخرسوا. نعم. قال لي حسنا على الرغم من ذلك. على أي حال مرت حوالي أسبوع وجاء جدي وقال لزوجي هذا هو ما هناك وهذا هو الطريق الذي نعيش به، لدي مصيبة. بعد قليل وهذا ما قاله لي زوجي، هذا ما قلته له. قال لي لقد وفرت بعض المال وأردت شراء شيء. قال لي لا تشتري منزلا قديما. قال سأساعدك بالمال لشراء قطعة الأرض، سنخرج غدا. قال هل لديك وقت؟ سنخرج ونرى ما إذا كنا نستطيع العثور على قطعة أرض ونعطيك المال لتسديدها. تبدأ بالبركة التي لديك. قال الولد هنا يا عمي ماذا أقول لك؟ لا أريد أن أكون عبئا عليك، هذا سيجعلني أبدأ ببطء في الحياة، شيئا فشيئا نبدأ ببطء. قال لا، لأن الولد يكبر. قال النفقات لا تزداد ولا تنقص. سمعني وقال أريد أن أعرف كيف فعلنا ذلك. قال لها من سيقول لمنزلك أنني أعطيتك شيئا؟ قال لهم لا أعرف كيف أصل إليهم بهذا الكلام أو أي شيء. قال لي لا يوجد أحد سيصل إليهم بهذا الكلام من هذا الجانب. أنا لا أشعر بالراحة إلا إذا قلت لك كلمة، لن أكررها. على أي حال هذا كل شيء. غدا ذهب زوجي إلى المحل وقال للسيدة خذي كيف؟ قالت لي السيدة اذهبي خذي وقتك، خذي كل الوقت الذي تحتاجينه، ابحثي عن المكان الذي تريدينه، وهذا كل شيء. تعطيني المال وسأكمله لك، وسنبدأ في تقطيعه لك شيئا فشيئا. كنا سعداء الحمد لله، كل شيء كان على ما يرام. نعم هذا كل شيء. ذهب هو وجدي ووجدا مكانا، ذهبوا وسألوا السماسرة ووجدوا مكانا كانوا سيشترونه. حتى الآن لا أعرف ما سيفعله جدي، هل سيأخذ باسمه أم باسمي؟ لا أعرف. على أي حال عندما اتفقوا على السعر وكل شيء ذهبوا لكتابة عقد. أحضر جدي المال. جدي يضع المال في البنك. أعني كم مضى على هذا؟ نعم أحضر المال وأعطاه لزوجي. قال له أن يكتب عقدا مع السيد. قال لي زوجي ربما سيكون من الأفضل أن تكتبي عقدا مع فلان. قال لي لم نؤمن لبناتنا ونحن على قيد الحياة، هذه أفكار جدي. قال لماذا أحضرت زوجتك إلى هنا بين الرجال لتكتب معهم؟ لماذا لا تثق بنفسك؟ قال لي لا حقا، لأن المؤونة لك. قال له المؤونة من الله ورب ربي. ضعها في يدي واكتب لك. هذه البقعة التي اشتريتها بمالها. على سبيل المثال خدعتني بمالك والله فوقك والرجل هو الكلمة. ماذا قال له؟ الآن لنا الحق في صاحب البيت، كان مالها وكتبتها باسمي. هل غدا أو بعد غد سنقسم وسأطاردها من المنزل؟ قال لي
إذا لم أبق رجلا فالله فوقي. هذا كل شيء. قال زوجي له: حتى لو ذهب وكتب العقد وكتب زوجي البقعة باسمه، هذا كل شيء. عادوا إلى المنزل. قال جدي: هذا جهدي عليك، مهمتي معك، اذهب، بارك الله فيك والسلام. غدا لماذا ذهب جدي؟ هذا كل شيء. ذهب زوجي للبحث عن المبنى الذي سيبدأون به لأنني أخبرتك. جامع لبعض المال. بدأ يجلب البضائع، وهذا ما جعلنا سعداء أنا وهو خلال تلك الفترة. ثانياً، كنا سعداء، نضحك ونشيطين. لم تكن لدينا مشاكل بيننا، لأننا كنا نبني وكنا سعداء وكان لدينا أحلام. بمعنى بدأنا في البناء في ذلك المنزل شيئاً فشيئاً. عندما اقترب زوجي من الزوج طلب منه المال. أعطاه السيد المال. السيد الذي عمل له زادها، بمعنى تم تدمير المنزل. انتقل ابني وزوجي إلى ذلك المنزل. طلقنا هذا المنزل، بمعنى بدأ زوجي في التبديد شيئاً فشيئاً. بدأ الآخر في اقتطاعها قليلاً واختفت. على أي حال في مرحلة ما نفد مال ذلك السيد. في ذلك الوقت عندما سألته عن الائتمان وكان ابني يبلغ من العمر 16 عاماً، قطع السيد المال المطلوب. بمعنى ادخر زوجي قليلاً وقال: ماذا سأفعل؟ سأستأجر محلاً بنفسي وسأبيع منتجاتي بنفسي. بقي في مكان جيد حقاً، محله ما زال مفتوحاً حتى الآن. زوجي لا يتحدث مع عائلتهم، لا يفهم أي شيء عنهم. عندما يذهب لا يرحبون به. عندما يذهب لا يرحبون به. بصراحة أذهب إلى بيتنا، لكننا لا نذهب إليهم. لماذا؟ لأني أقول: لم يرحبوا بابنهم، يرحبون بي. ابني عندما كبر ذهب مرة. عندما كان يبلغ من العمر 14 عاماً ذهب إلى المنزل ووجد جده عند الباب. رحب به جده، قال: مرحباً يا ابني، أنا من قلت له أن يذهب، زوجي نصحني بالفعل. قال لي: ذهبت إلى الحي، قولي لفلان أن يذهب حتى تسوى الأمور بيننا. دخل جدي وقال: هذا ولد صغير، لا يجب أن نزعجه. قال لي ابني: تخيل الجلوس معي معهم لنصف ساعة. ثم عاد وقال لي: ابني جالس هناك، جالس كشخص مهجور، لا يوجد أحد يتسوق لي. قال لي جدي: لم تتحدث معي، لم تأتي للتحدث على الإطلاق. قال لي جدي: إلى حد السلام الذي رحب بي أمامه الباب، ولكن عندما دخل المنزل قال لي: تسيف أو شخص آخر. على أي حال قال لي: بقيت جالساً لوقت وجئت في قضاياي، لم يحملوني يا عم، لا تقل لي مرة أخرى، سنذهب إليهم. علم الولد أن جده وجدته لم يحملوه. حسناً، قلت لزوجي من هناك. قال لي: حسناً ليعلموا. على أي حال زوجي يحاول دائماً ألا يفعل شيئاً من أجلي، لذا تخيلي معي أنه مرض وذهب إلى المستشفى. قالت له: لن أذهب إليها، لا علاقة لها بك. تخيلي، بقي في نفس الوضع لكن لا علاقة له به. على أي حال عندما بلغ ابني 16 من العمر كان منزل البيع هو بيت البيع والشراء الخاص بزوجي. ابني هنا كان لا يزال يدرس. بيت البيع والشراء الخاص بزوجي، نعم، لقد عمل. في البداية كان الدم يخرج منه ويقول لي: لا يأتي أحد إلي، لا أبيع لأحد، وهذا صعب وليس ملكي. قلت له: كيف ليس لك؟ كنت تعمل في هذا. قال لي: لا أعرف كيف أقول أنا. وضع الكلاب هناك، أبيعها في ملجأ الكلاب، لا أحد يقول لي السلام عليك يا صديقي، ولكن الصبر. بدأت بالصبر عليه، لا مشكلة. يأتي ويقول لي: لم يبق مني شيء حي ولا درهم واحد. ماذا؟ هل يختبرك الله؟ ربما صبرك. هل أنت صبور؟ بارك الله فيك، لقد صبرنا على أكثر من هذا. على أي حال بدأت بالصبر عليه. كم مرة قال لي: سأغلق هذا الأمر، وهذا جاء إلى ذهني. فقدت أموالي بهذه الطريقة أو تلك. هذه خطايا والدي. شيئاً فشيئاً بدأ يتساهل، وعندما تساهل حصلت على فائض إضافي. إن شاء الله أنت تعلم هذا كل شيء. عمله يتحرك بطريقة لا يفهمها. تخيلي معي، يأتي ويبدأ في تقبيلي على رأسي ويقول: كنت على حق عندما قلت لي أن أصبر. ربما يختبرك الله. صبرك حقاً. أخبرتني أنه سيستمر في مشاركتي كل شيء. اليوم خرجت هكذا ودخلت هكذا، خرجت كثيراً ودخلت. على أي حال الحمد لله، المال حقيقي وهو دورة. حسناً، قال لي السيد أنه مر وقت تقريباً حتى بلغ ابني 19 من العمر، من 16 إلى 19، أي 3 سنوات. قال لي: سنبني في الطابق العلوي وندفع ثمن المنزل ونزينه. قلت له: حسناً، على الرغم من أن المهم هو أنه قرر ما سيبنيه. هذا بعد فترة قصيرة قال له: رسول. قال: جاء إلي. قال لي إنه فكر في قضية. قلت له: ما هي؟ قال لي: الآن هذا المنزل صغير، وعندما يكبر ابننا سنزوجه وسيعيش معنا. بعد ذلك سيزداد الأطفال، يجب أن يكون المنزل كبيراً وواسعاً.
قلت له: أريد بناء المنزل في الأسفل وفوق، وعندما يسهلها الله سأضيف كل الزخارف، إنه جيد. قال لي: لا، لطالما أردت منزلا كبيرا وواسعا. قلت له: حتى لو كنت تعرف. قال لي: سنبيع هذا ونشتري. قلت له: حسنا، افعل ما تريد. حسنا حسنا. قال لي: هل تعرف ماذا سأفعل؟ سنذهب ونستأجر منزلا جميلا ونظيفا، ونضع هذه المرتبة فيه، حتى عندما يأتي الناس ويرون المنزل يمكنهم رؤيته دون أن تضطري للبقاء هنا في المنزل. في كل مرة يأتي الناس ويذهبون، من الأفضل إفراغ المنزل. قلت له: حسنا، سنزيد نفقاتك. قال: لا مشكلة. كم سنستأجر كل شيء؟ عندما قلت لك تيسرت أمور زوجي. قلت له: حسنا، أنت تعلم. حسنا. ذهب ورأى منزلا جميلا أفضل من أي من المنازل الأخرى التي كنا نعيش فيها، لأنه في ذلك الوقت كان منزلنا يتداعى، لذلك اشترينا منزلا في نيسيان رخيصا جدا. ذهبنا ووضعنا هذه المرتبة فيه. حسنا. وقال لي: في كل مرة يطلب مني العودة رأى المشتري وهذا لم يدفع لي السعر، وكان هذا كل شيء. حتى في اليوم الذي تم فيه بيع المنزل قال لي: حسنا، تم بيع المنزل بالسعر. وقلت له: حسنا، الآن عليك أن تجد مكانا للشراء حتى ننتقل من هنا ونذهب إلى منزلنا دون دفع الإيجار. قال: لا، لدي رأي آخر. قال لي: سنبنيه. وقال: سنشتري قطعة أرض للبناء عليها. قلت: سندفع الإيجار. قال: لا مشكلة، لقد عشنا في يديك. ذهب يبحث عن قطع أراضٍ، أينما لم يجد كان يعود ويقول: حسنا، دعنا نذهب ونرى. هذا كل شيء، حتى وجدنا قطعة الأرض التي أحببناها. اشتراها وأحضر الجرار. اتفقوا على المبلغ الذي سيأخذه منه. بدأ يعطيه شيئا فشيئا حتى تم بناء الخلفية. اشترينا قطعة أرض بمساحة 180 مترا مربعا، بمعنى منزل كبير. قلت له: اترك لنا قليلا منها أمام الباب، سنجعله حديقة، سنعيش هناك في الصيف. وقال لي: حتى لو خصصت ذلك المنزل ليناسب احتياجاتي، أنا من بنيت المطبخ في المكان الذي أردته، وأنا من جعلت القاعة كما أردت، أنا من صنعت المنازل، أنا من صنعت كل شيء حي، من الحديقة إلى الشجيرات التي ستزرع في الحديقة حسب ذوقي. على أي حال، كنت أقف على ذلك المنزل بشهوة، جعلته كما أردت. تم بناء المنزل والبلاط وكل شيء سيتحول. تخيلي معي اليوم الأول في ذلك المنزل. أعادني سنوات، ذكرني بيوم انتقالنا في الأيام الأولى التي كانت سيئة لجدي. جدي في ذلك الوقت مسكين رحمة الله عليه، لا هو ولا جدتي. على أي حال، انتقلنا إلى ذلك المنزل، كنا سعداء. أعطينا الصدقة، جاءت عائلتي. عائلته كالعادة لم ترغب في المجيء. جاءت عائلتي بأكملها، هذا عرض بعض أصدقائه وهذا وأطفالهم. أصبحنا أصدقاء في المنزل. انصرف الناس إلى أعمالهم، بقينا جالسين. على أي حال، استمرت الحياة. مرت الأيام ومرت الأيام حتى بلغ ابني 25. في يوم من الأيام كنت لا أزال أسمع طرقا في المنزل. قلت لابني أن ينهض. خرج وقال لي: اذهبا أنتما الاثنان، أقسم أنني سأخسر هذه اللعبة. كان شخص ما يلعب لعبة على هاتفه. قفزت وفتحت الباب. من سأجد أمامي؟ وجدت الرجل العجوز والمرأة العجوز. لم أكن أعرف ما إذا كنت أضحك أم أبكي من الفرح. لو كنت أعرف كيف أولول لولولت. كنت سعيدة جدا. قلت: الحمد لله، القلق الوحيد الذي كان لدينا في الحياة سيتم حله. جعلت رأسي كأن شيئا لم يحدث، وكانوا هم أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. رحبت بعمتي. لا بأس، بخير، أهلا بك. عانقتها، كنت سعيدة. الله شاهد أن قلبي كان يتحرك من مكانه من الفرح. رحبت بالرجل العجوز، هو أيضا عمي. أهلا بك. دخلوا. ابني بصراحة لا أحملهم كثيرا، هذا ما يحدث. هذه هي الحقيقة. على أي حال، رحب بهم. ذهب إلى المكان المناسب. هذا جلسوا. أهلا بك، أهلا بك. قلت لهم: سأتصل بفلان. ذهبت وقلبت الهاتف بفرح. قلت: سأذهب إلى الطابق العلوي لأخبره. ذهبت إلى الطابق العلوي، أخبرته في الطابق العلوي: تخيلي من هنا. قال لي: من؟ أخبرته: تخيلي. قال لي: من هو منزلك؟ قلت له: لا، والديك. قال لي: اذهب واستمتع مع شخص آخر. قلت له: أقسم بالله أن والديك هنا. ماذا تقول؟ قلت له: أقسم بالله. ماذا قالوا لك؟ قلت له: لا. فتحت لهم الباب كأن شيئا لم يحدث. رحبت بهم. دخلوا فوجدوهم مع الفتى في الطابق السفلي. خرجت لأخبرهم. قلت له: تعال الآن. قال لي: إنني قادم الآن. عاد الرجل إلى المنزل ووجدهم سعداء. بادرهم بالتحية. ظل الجميع يبكون ويبكون معي. ظل ابني يحدق بهم. على أي حال، زوجي يجلس مع والديه وابني يجلس أيضا.
لكن ابني يجلس ولا يحدق في هاتفه. دخلت ولم أكن أرغب في التحدث إليهم لبعض الوقت. ناديت الفتى فجاء إلي في المطبخ. سألته ماذا تفعل؟ قال ليس لدي ما أفعله. قلت له هل أجدادك هنا وأنت تحدق في الهاتف؟ لم تنتبه لهم حتى. جلس وتحدث معهم. أما بالنسبة للأشخاص فقد أخبرني أنهم يجب أن يكونوا سعداء لأنني جلست معهم. لم أنسى اليوم الذي دخلت عليهم فيه. لو فعلوا شيئا لي بهذا الشكل يحيونني ويكونون سعداء بي. كيف تعاملت معهم؟ لا كنت بخير. قال لي ليس لدي علاقة بهم. لم يدخلوا قلبي على الإطلاق. قلت له انظر فيما أفكر. والدك يسمعك تقول هذه التفاهات. لن يعجبك الوضع. قال لي ما علاقته بقلبي؟ قلت لهم أنتم من أحضرهم. إذا لم يكن ابنهم بصحة جيدة فإن عملكم هو عملكم. ما علاقته بكم. كم من المال كسبتم؟ قلت له إذا لم يكن ابنهم بصحة جيدة فإن ابنهم هو من؟ قال لي بسبب ذلك فإن من أحضرهم سيجلب لك الحب. إذا أرادونا كم أرادونا؟ بدأت أتجاهله وقلت له والله قلت له ألم تذهب إلى محلك وتذهب؟ جلست مع جدك وجدتك وضحكت كالناس. اتصل بوالدك ليحدثك. قال لي حسنا 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 استمر في حياتك كلها. قال لي أيها الأحمق أريد أن أرى كيف حال هذا الفتى. حسنا. عاد وجلس معهم وأسقط الهاتف، لكن السيد مغباش لم يرفع رأسه. على أي حال لا يهم. وضعنا الطعام وجلسنا واجتمعنا. وقال هذا ليحرق الله الشيطان، لقد ضيعنا سنوات في الخلافات وفي مشاهدة الأشياء دون أن نفعل شيئا. ليحرق الله الشيطان وهذا وهذا. حسنا. كان زوجي سعيدا. عندما قالت لي هذه زوجي ماذا رأيت الليلة؟ قال لي ماذا رأيت ما جعلهم يغادرون؟ قلت له لماذا؟ ما لديك لا يقل عن هذه المسألة. قال لي الحمد لله عندي واحد قليل من البركة. عندما يحين الوقت قال لي دعنا نذهب ونسجلهم ونتركهم كلاهما. قلت له حسنا هذا أفضل من الغدير. قال لي منزلك لا تقلق بشأنهم. قلت له لماذا خلقوا؟ منزلنا هو منزل والديك، لو تركتهم لقلت أن منزلنا سيخلق، ولكن أنت بمالك أين المشكلة؟ قال لي أجريت محادثة معهم جميعا، يفترض أن تكون في منزلنا. قلت له لا بأس، اترك منزلنا الآن. على أي حال قضوا 15 يوما معنا. كنت سعيدة معهم. خرجت وأريتهم المناظر الطبيعية. كان قلبي هادئا معهم. كان الأمر وكأن شيئا لم يحدث بيننا. ابني فعلوا شيئا له. لم أكن أمسح به أو أسأله عنهم. فعلوها بي. أخيرا كان سيسألني عنهم. كنت أقول لهم هنا جاء شخص واتفق مع فتى. هذا طبيعي تماما كما كنت أجادل معك وأغضب منك من وقت لآخر. هم أيضا كذلك. ولكن عندما يكبر الفتى فإن المسألة التي فعلوها به في البداية تظل عالقة في ذهنه. لا بأس. لقد أمضوا 15 يوما معنا. ذهب زوجي لمقابلتهم. قالوا سنذهب. قابلهم زوجي ولم يترك لهم شيئا. هذا أمر لا بد منه. أنا لا أخبرك، هذا يكفي. سأعيد القصة كما هي. نعم تجول معهم وأخذهم. إلى البلد جاء زوج آخر وجاء سعيدا للمرة الأولى. سنرى فرحته الكاملة وسنراه يضحك من قلبه. في ذلك الوقت حتى لو فعلنا ما فعلناه شعرنا دائما أن فرحته ناقصة، لأنه في الواقع الفرح بدون والدين يظل دائما ناقصا، وهذه هي الحقيقة سواء أحببنا ذلك أم لا. نعم المهم هو أن الأمور سارت على ما يرام. قال لي لقد حان وقت الحج. ذهب وسجلهم. جاءت القرعة لهم. بالفعل ذهبوا في ذلك العام. ذهبوا وسمح لهم بأداء الحج. كانوا سعداء. صلوا معه، صلوا له وذهبوا للحج. عندما عادوا مرة أخرى أقام صداقة رائعة معهم في القرية. هذا وقدمه لجميع الناس وهكذا. المهم هو أن كل شيء سار على ما يرام. هذا كل شيء. أصبحت جيدة وحسنة معهم. أعني تماما كما يتحدثون مع ابنهم يتحدثون معي. ليس الأمر وكأنهم صالحوا ابنهم وبقوا وأخذوا مني. لا، سيدتي العجوز عادت إلى نفس حالتها السابقة. نعم جاءت الأيام. أقول لك ظلت الأمور. منذ حوالي 2.5 عام في إحدى المرات جاءني زوجي وقال جلسنا هكذا وتحدثنا. قال لي الآن لدينا ابن واحد فقط، وبصراحة لا نكره فتاة ستشفق علينا. قلت له حتى الصبي يمكن أن يشفق علينا، لكن الصبي لا يشفق علينا. قال لي الصبي غدا سيتزوج وغدا سيكون لديه زوجة أخرى وسنبقى معا. قال لي إذا أراد الله أن ينقذني فسيشفق علينا كما فعلنا مع والدينا. قلت له ماذا فعلنا بوالدي؟ قال لي لا نعرف. انظر كم تخلينا عنهم. لم تتخلي عنهم، لم تسحبيهم. لقد تخلى عنك. قال لي الأمر هكذا. على أي حال بدأ السيد يلتوي ويلتوي. ماذا أقول؟ فلان ما الأخبار؟
قال لي: بصراحة أحتاج فتاة. ماذا تقصدين فتاة؟ من أين سأجلب لك فتاة؟ أنا لا أكذب عليك، لقد انتهيت، لقد كبرت. قال لي: لم تجيبي بها، لديك شخص. أجاب: ماذا تريدين أن تقولي؟ قالت: انظري، سآتي إليك بصراحة. ما الأخبار؟ قال لي: لا توجد ابنة ولا ابن ولا شيء. فماذا؟ قال لي: أمي أخبرتني أن أتزوج ابنة فلان، إنها يتيمة، امرأة في القرية فقدت زوجها وتركت لها ابنة. قال لي: طلبت أمي أن أتزوجها. قالت لي: هناك ثواب في ذلك. قلت له: قل أمي، إذا أرادت ثوابا وتريد منك أن تحصل على ثواب فستقول لك: انظر إلى هذه الفتاة، تزوجها لشخص في عمرها وأعطهم عروسا، أو هل لديك مال لتأجيرها لهم أو رهنها لهم أو شراء شيء لهم؟ هذا جيد، هذا ما يسمى بالثواب. لكن ما تقولينه الآن هو أن أمك تريد تدمير بيتي، لا إعطائهم ثوابا. قال لي: انظر، افهم ما تقوله وافهم أنك تتحدث عن أمي. قلت له: أتحدث عن أمك؟ نعم، لكن أمك نفسها لم تحترمني. كيف تزوجت؟ رأت أنك لم تتزوج. قالت لي أنها يمكن أن تلد لك ابنة. وهذه وزيدون قال لي: إنها ليست كل شيء عن الفتاة. سألتني وقالت لي: عذرا، أنا لست مستعدة للخسارة مرة أخرى وللمرة الثانية. ماذا تقول؟ قال لي: كيف سمعت أنني سأتزوج؟ قلت: نعم أمي، هذا كل شيء. هي مع والدتها وأنا سأتزوجها. أين منزلها؟ قال لي: هنا. أين هنا؟ قال لي: سنعيش معك هنا. كيف يمكنني أن أحضر لها منزلا؟ قال لي: ما الأمر؟ ماذا أفعل لها؟ هذا بيتي. قلت له: نعم بيتك، لكن لا تنسى أن ابنك هنا. ابنك عمره حوالي 30 عاما، محترم وسيحضر فتاة. إذا أرادت السيدة أن تتزوج ابنتها ولا تزال أمك معها، فإن هذه الفتاة ستقول لك على الأقل تزوجها لابنك. قال لي: ابني لم يقف على قدميه بعد، فلماذا تقفين على قدميك الآن؟ قال لي: إذن من سيعتني به؟ قلت: حسنا، استيقظنا بصداع في ذلك اليوم. دخل ابني وقال لي: ما هذا الصداع؟ خرج. عندما رأى الفتى خرج. قلت له: هذا ما هناك، هذا ما هناك، هذا ما هناك. ابني ضحك وقال: عندما أخبرتك أنني لست مرتاحا لهم، بقيت مثل جدك وجدتك. لا أخجل من ذلك، لماذا أتوا؟ قال لي: ماذا؟ قال لي: أنهم لم ينسوا كل هذه السنوات، وأنهم أتوا ليدفعوا لك وستدفع لهم. أخبرني بكل ما حدث. قلت له: ماذا فعلت بها لأدفع لها؟ قال لي: سواء فعلت ذلك أم لا، فهي تنوي أن تدفع لك. قال لي: لست مرتاحا لهم. قلت: قلبي لا يهرب من شخص إلا لعذابه. لكنه قال لي: أنا مرتاح لكل شيء، لكن هذين الاثنين لست مرتاحا لهم، خاصة هي. قال لي: جدي لا يزال قليلا، لكني لست مرتاحا له على الإطلاق. قال لي: قم ببعض الحسابات، دع الأمر يدخل رأسك. قال لي: لقد غادر وهو ذاهب ليتزوج ويستمر في حياته. قلت له: لا أيدي. قال: لك أنه سيأتي بها إلى هنا. قال لي: إذا كنا نحن من سنواصل حياتنا فسيأتي بها إلى هنا. الشهر الأول سيجري خلفنا أنت وأنا. قلت له: ستنتقل، ماذا علي أن أفعل؟ قال لي: قلت له: انتقل، أنت عكسه، قل له لا يوجد زواج أو شيء من هذا القبيل. نعم. قال لي: هل يجب أن نقول أنه لا يوجد زواج أو شيء من هذا القبيل؟ الله يهديك. قال لي: هذه المرأة، استخدم عقلك قليلا. قلت له: الحل؟ قال لي: الحل؟ انظر واكتشف، ستتخلص منك، لا داعي لأن تفعل شيئا. قالت: لديك ما تفعله. عرفت نقطة الضعف، اهتم بشؤونك. ليس لدي علاقة بهذين الشخصين، لن يسمعوني. حسنا، على أي حال، عندما عاد في الليل عاد غاضبا. غادرت وقلت: سأذهب لأتحدث قليلا، وتوقفت. ذهبت وتحدثت معه. قلت له: فلان، هل أهملتك في أي شيء؟ قال لي: أيها الكاذب، هذا حرام. لم تهمليني أبدا في أي شيء، لم أؤذيك أبدا، لم أفعل شيئا عن قصد، أريد أن أبدو سيئا. هناك شيء ينقصني، لا يعجبك. لماذا تريد أن تتزوج شخصا آخر؟ قالت لي هذه المرأة: لماذا لا تريد أن تفهمني؟ لا أريد الزواج. نعم، لماذا تريد أن تتزوج وأنت لا تريد؟ قال: أقول لك، أمي قالت لي أنه سيتزوج هذه وفعلت هذا بي. قال: كيف لم تفعل هذا بي؟ عندما قالت لي هذه ستغادر المنزل ولن تلحق بها هناك، أو ستلحق بها وتأخذها معك، أنت لست ابني وأنا لست أمك. هذا ما قاله لي. قالت لي. قلت له: هل تعتقد أن أمك تريد فقط الانتقام مني؟ قال لي: أمي عجوز لا تفهم هذا. قلت له: لا، هي لا تفهمه لأنه غير معقول لامرأة أن تأتي وترى ابنها كبيرا ولديه أطفاله وزوجته، وتأتي وتقول له العجوز: هل توافق على زواج هذه الفتاة؟ إنها يتيمة وستبقى معي. على الأقل ستقول لك أنها تزوجته لابنك. لماذا قالت لك بالضبط؟
قال لي: انظر، نوايا أمك هي ما تريد. عانقني. أنا لست مستعدا لخسارة أمي مرة أخرى، هذا كل شيء. تعبت منه. قال لي: سأتزوج تلك. الذي فعل ذلك ذهب وتزوج. أحضر المرأة إلى المنزل، ذهب إلى قاعة الزفاف، وفعلت والدة العروس ذلك له بهذه الطريقة التي يقولونها في القرية. وصل هذا الشيء إلى أمي. قالت لهم: لكي أريها تبدأ باللعب مع فلان. كل هذه الضحكات التي جعلت أهل القرية يضحكون أعدتها لها. لا أكره الجلوس مع الأشخاص الذين ماتوا، وأقول لهم أن فلان استعاد حقه من الحدث. انظر كم كانت حاقدة، وكانت جالسة معي على نفس الطاولة، تأكل معي وتضحك وكأنها نسيت كل شيء. لم تنسى شيئا. على أي حال تزوج، ذهب إلى قاعة الزفاف، وضحكت أمام جميع أهل القرية. لم تكذب حقا. أحضر الرجل المرأة إلى المنزل، ومعها جاءت والدته وعماته، وكانوا سعداء ويهللون أمام الجيران. أهانوني هنا وأهانوني هناك. دخلت العروس بالزغاريد والطبل المغربي والطبل والناي. أهانوني. دخلت السيدة. قال لي ابني، قال لي: أمي اسمحي لي تلك، سأدخل المنزل، سأخرج. إلى أين ستذهب؟ قال لي: أنا أستأجر مع أصدقائي وسنعيش هناك، لأنني لا أستطيع أن أجمعها أنا وهي في منزل واحد. ابني فيه الساعة يبدأ العمل، المهم أن يحصل على المال، يحصل على وظيفة، يحصل على المال ويكون بخير. حسنا، هذا كل شيء. دخلت العروس الجديدة. دخل. في البداية كان من الواضح أنهم لم يحضروا الوضع. على أي حال تعاملت سيدتي العجوز معي مثل حذاء، واقفة بجانبها، تنظر إلي بنظرة وكأنها تقول لي بعد سنوات ما يقرب من 30 عاما. في النهاية أخذت حقي بنظراتها. شعرت أن هذا هو ما كانت تقوله لي، وهذا حقا ما فعلته، على الرغم من أنني لا أملك أي حق لها، لكنها ترى هذا، وترى أنني كنت ظالما لها، وتدعي أنها ستأخذ حقها مني. على أي حال المهم هو أنهم مروا هنا، هي وأخواتها، سيدتي العجوز وأخواتها. بعد ذلك ذهبوا في طريقهم. تركت أنا وزوجي وزوجتي المتزوجة الأخرى في المنزل. ماذا يمكنني أن أخبرك عن زوجتي المتزوجة الأخرى؟ أعني إنها شخص عادي. أعني ليست فتاة صغيرة، لا أنكر أنها فتاة، إنها لا تزال صغيرة مثل ابني، حوالي 28 عاما. هذا هو. نعم، وبالنسبة لطريقة تعاملها معي فهي صارمة للغاية. كما نقول: لا تجذبني، أنا لا أجذبها. نعم، في البداية يظهر الرجل أن الوضع جديد عليه، لا يستطيع أن يكون لديه فتاتان، لا يريد ذلك على الإطلاق. لقد كان دائما ضد فتاتين. على أي حال بقيت في هذا المنزل وأشعر أنني أتقدم في العمر فقط، ويتصل بي ابني ويقول لي عندما أعيش، أقول له: أنا أموت شيئا فشيئا عندما أرى زوجي يذهب إلى امرأة أخرى. أنا أموت شيئا فشيئا. أحد الرجال الذين ترعرعت معهم منذ صغري، في النهاية دخلت امرأة وتركتني معه. لا ألوم هذه الفتاة ليس لها علاقة بي في هذا الأمر. لا يوجد شيء بيننا سوى الخير والإحسان، لكن سيدتي العجوز هي من فعلت هذا بي، هي من دمرتني. على أي حال ظلت الأمور هكذا. بقينا 8 أشهر. في أحد الأيام جاءني الرجل وقال: فلان، أريد أن أستشيرك جيدا. من غير أستشير جيدا، أنت جيد، أنت بخير. قال: لم يعجبني هذا الوضع أن نكون في نفس المنزل. قلت له: لماذا تشتكي مني؟ قال لي: لا، لست مرتاحا. قال لي: أحدكما يحتاج مني أن أعزلها بمفردها. نعم، نيشان تحدث مباشرة. قال لي: انظري الآن، إذا كنت أنت من أنشأت هذا المنزل وأردته، فسأغادر وأجد منزلا لأشتريها وأعطيها هذا. إذا كنت قادرة على الخروج من هذا المنزل، فسأذهب وأشتري لك منزلا غدا. سمعوا هذا. سيذهب ويشتري لها منزلا، سأشتري لها منزلا. اذهب واشتري لها منزلا غدا وانتقل إليها. أحضر ابنك ليعيش معك وتكوني صديقة له، لأنني لا أحب أن يعيش ابني هكذا بمفرده ويترك المنزل. قلت له: وأنا؟ لا تنسى أن هذا المنزل بني بشهوتي وذوقي. قال لي: بمالي. قلت له: بمالك، جزاك الله خيرا، لكنني رأيت أي مكان هنا وبنيته بذوقي، أو جاء لذوقك، لا أريد أن أترك هذا المنزل. قال لي: لم تقولي أنه من العار لو أنها هي من غادرت؟ قلت له: حسنا. على أي حال هذا ما حدث. ذهب الرجل للبحث عن منزل لشرائه لزوجته. لو قلت له أنني سأغادر لكان قد وجد لي منزلا مهما كانت تريد. عندما ذهب للبحث عن منزل قال لي: ابني اشتراها لها منزلا عند محطة الوقود. أخذني حتى رأيت الخلف تماما مثل هذا. كان لديها حتى صحيفة أمام الباب، شيء لطيف. نعم، أخذوا أغراضهم وغادروا. قال لي: حسنا، أخذت المنزل، هذه ستبقى على حالها،
الآن يمكنك الاتصال بالفتى ليأتي ويعيش معنا. قال إنه معنا. على أي حال اتصلت بابني وقلت. عاد إلى المنزل وقال لي: يا قلبي، ترى كيف تسير الأمور؟ لا يمكننا العودة الآن. قلت له مع أنه تخيل أن اليوم الأول لم يأت، اليوم الثاني لم يأت، واليوم الثالث لم يأت. ذهبت إلى المحكمة وقدمت دعوى طلاق. تم تسليم دعوى الطلاق إليه وجاء وقال لي هذا. قلت له: انظر، علاقتنا معك كانت جيدة، حياتنا كلها كانت مليئة ببعض المشاكل، لكن ذلك لم يكن مشكلة. كل العلاقات الزوجية هكذا، وأردت الحفاظ على هذه القليل من الاحترام والمودة التي كانت بيننا. أردت الحفاظ عليها لأنه بهذه الطريقة لن نخسرها أنا ولا أنت. هذا كل شيء. تزوجت أيها الرجل الصالح. وجدت نفسك تبحث عن امرأة أخرى. تعال إلي فقط لتتعامل معي جيدا. لهذا السبب أغفر لك مني في الدنيا والآخرة. حتى في الآخرة مهما كنت تفعل الآن فستحاسب عليه يوم القيامة لأنك لا تقوم بالعدل، وإلا فلن تحاسب على شيء. قال لي: اشهد أنك من يريد الطلاق. قلت له: أنا من يريد الطلاق. قال: ما هي شروطك؟ قلت له: الشروط هي أن نبقى في المنزل ونموت، هذا هو الشرط الوحيد لدي، لن ترميني منه أبدا. قال: حسنا، غادرت. أما النفقة والتعويض فقلت له: الأمر يعود إليك ووجهك. قال لي: حتى لو ذهبنا سنلتقي في المحكمة. أتوا إلينا. كيف يمكن للناس في هذا العمر أن يطلقوا؟ على أي حال عندما رأونا اتفقنا على الطلاق. جاء يوم الجلسة، طلق وغادر طلق. جاء إلي ذلك اليوم في المساء. قال لي: هل الفتى هنا؟ قلت له: لا، لأن ابني غادر، عاد إلى المنزل. عندما دخلنا إجراءات الطلاق إنه ابني عاد إلى المنزل. قال لي: هل الفتى هنا؟ قلت له: لا، سيأتي إلي. قال لي: سنعقد اتفاقا. قال لي: هذا المنزل إذا كنت تستأجر قطعة الأرض التي تم شراؤها فقد تم شراؤها بأموال جدك. ما هي أموالك؟ قال لي: بعد المنزل لم تقبلي تلك الأموال لي. قلت له: لا، لا مشكلة. قال لي: سنعقد صفقة. قال: سأعطيك هذا المنزل، سأضعه باسمك ولن تسأليني شيئا. سينفق ابنك عليك، زوجي، ابنك أو أي شيء. مهما أردت سأعطيك أي شيء تريده. إذا كنت لا تريد المنزل باسمي فسأعطيه لك. قلت: حسنا سيدي، أعد لي هذا المنزل باسمي ولن تعطني شيئا. قال: حسنا، ما فعلناه اليوم هو أنه وضع المنزل باسمي ووضعه باسمي. غادرنا المحكمة، ذهبنا للشراء والبيع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. لقد قال لي أسامحك، فقلت أسامحك، لكن لم يغادر قلبي ما فعله بي، فقد خانني بطريقة وحشية للغاية. لم أتوقع أبدا أن يفعل شيئا كهذا. لقد نشأنا معا شيئا فشيئا، وفي النهاية صبرت وعشت معه. ثم جاءت فتاة وجدته لطيفا جدا واستمتعت بصحبته. لا ألوم تلك الفتاة، بل ألومه هو وأمه التي أعادتني إلى هذا الحال. على أي حال جاء ابني وعاش معي في المنزل، وأصبح البيت باسمي. ابني يعمل الحمد لله ويذهب ويعود من عمله. لا أستطيع أن أتخيل حدوث أي شيء جيد لي. الآن تزوج ابني الحمد لله، وجلبت له فتاة مناسبة لقد اختارها بنفسه، وهي تعيش معي. هو يعاملها كابنته وهي تعاملني كأمها. هذا دليل على أنني لم أؤذي السيدة العجوز قط، لأنه لو كنت قد آذيتها لكانت هذه الفتاة أو هذه المرأة التي جلبت ابني قد آذتني أنا أيضا، لكنها لم تفعل لأنني لم أؤذي أحدا قط، والله على ذلك شهيد. الآن لديها طفل مع ابني، يعيشون حياة جيدة وسعيدة. زوجي بلغ أواخر مرحلة المراهقة ولا يتجول في مراكز الشرطة سواء في الصيف أو الشتاء. السراويل القصيرة والحزام لا يناسبانه، وأحيانا يرتدي تلك السراويل الضيقة التي تحمل كل ألوان العالم. وهو رجل تدور حياته حول نفسه ويخسر المال على زوجته، ولديه منها ولدان. على أي حال عائلتنا دعنا نفترض أنها كانت مستاءة منه، لكني لم أكن أعرف. على أي حال لم أكن أعرف. لن نخبرك إذا كان على حق أم لا. لم أكن أعرف. على أي حال الحمد لله، أنا الآن أعيش مع ابني بصحة جيدة وعافية، آكل وأشرب. لم يحدث لي أي شيء جيد على الإطلاق. لم يخرج ابني وزوجته بمفردهما أبدا ويتركاني في المنزل. أقول لهما: اتركوا الولد معي، اذهبا أنتما ابحثا عن الليلة. فيقولان لي: من لم يمت معنا لن نخرج. لقد صنع لي ابني تاجا على رأسه، وعروستي أيضا تاج على رأسها. الحمد لله. لم يحدث لي أي شيء جيد على الإطلاق معهم، ولكن في حالتي أتذكر الرجل الذي قضيت معه حياتي بأكملها، وفي النهاية خانني بهذه الطريقة. وفي حالتي أتذكر السيدة التي فرحت بها وعانقتها،
وفتحت لها الباب وسعدت بعودتها. بعد كل هذا الوقت لقد بذلت قصارى جهدها لحرماني من استقرار الأسرة الذي كنت أعيش فيه ومن قدرات كل شخص. الله ينجيه. وهذا ما حدث، وهذه هي قصتي، قصة السيدة. هذه حقا قصة صعبة. لا تنسوني بإعجاباتكم وتعليقاتكم اللطيفة من فضلكم، وشكرا لكم على كل شيء. وإلى أن نلتقي بكم في فيديو جديد وأنتم في أفضل حال إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم.